بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا بكم في مكتبكم. هذا المكتب اللي إن شاء الله راح يكون لقاءاتنا فيه متكررة بإذن الله سبحانه وتعالى في محاضرات وتدريبات عملية إن شاء الله متجددة، وبإذن الله تكون احترافية تفيد إن شاء الله الجميع، سواء كان في داخل تركيا اسطنبول وتركيا أو عموم إن شاء الله شركائنا من رواد ورائدات الأعمال في كل مكان. حياكم الله وبياكم. خطوتكم عزيزة علينا، ندري اسطنبول كبيرة جدا، تعنيتوا وجيتوا، فحياكم الله جميعا. خطوتكم جميعا عزيزة علينا. هذا إن دل على همتكم وعلى حرصكم وعلى رغبتكم انكم انتم ان شاء الله ترقون اكثر واكثر في سلم النجاح والعطاء باذن الله سبحانه وتعالى. اليوم لقاءنا راح يكون غير. اليوم لقاء مش فقط اعطاء معلومات، راح نعطي ان شاء الله معلومات ونطبق بشكل عملي في ركن اساسي جدا. ما وزعت اوراق الان يا رأفت؟ يلا سريع سريع. في ركن اساسي يهم كل شخص يريد النجاح في هذه المهنه الذكيه وهذه الصناعه المتميزه الفريده. طبعا الاركان النجاح كثيره في هذه الصناعه. اول ركن فيها هي قائمه الاحلام والاهداف. ما راح نتكلم عنها اليوم. الأحلام والأهداف لازم تكون مكتوبة، هذا الركن الأول. تمام؟ وهذا أمر إن شاء الله فيه مو صعب، إنه واحد يقعد بينه وبين نفسه ويكتب قائمة أهدافه وأحلامه الخاصة في حياته أيا كانت، يكتبها بورقة وقلم واسمها قائمة الأهداف والأحلام. هذا رقم واحد. تمام؟ رقم اثنين اللي راح نتكلم عنها اليوم اسمها قائمة الأسماء، نيم ليست. هذه الآن الركن الثاني اللي هو من أساسيات النجاح الكبرى في هذه المهنة. لن تجدون أي خبير أي متخصص في هذه الصناعة الذكية إلا وقد تكلم عن هذه القائمة، وتعتبر هي رقم واحد لأي شخص مننا يريد النجاح في هذه المهنة الذكية. طيب، أنا الآن قاعد أتكلم في مدخل، وأرجو أن الكل يعني يكون مركز معي. راح نبدأ بعد شوي بتطبيقات عملية، شلون نكتب هذه القائمة، شلون نبدع فيها، شلون نحترفها، هذا إن شاء الله بعد شوي. لكن الآن مقدمة وتسخين لأهمية هذا الركن اللي هو قائمة الأسماء، قائمة المعارف اسمها. تمام؟ طيب قبل ندخل في التفاصيل أكثر، خلوني بس أمهد تمهيد مهم جدا. هذه المهنة وهذه الصناعة، أنا اليوم لما أتكلم، والأستاذ نادر بعد شوي راح يتكلم في هذا الموضوع، إحنا نتكلم الآن لشخص، لرجل أو امرأة قرر أنه يحقق نجاحات كبرى. ركزوا معي، هذه المهنة مهنة احترافية، مهنة وصناعة ذكية، عمرها 120 سنة الآن. هي ليست فقط، هذه الصناعة ليست فقط دي اكسن. ركزوا معنا يا جماعة، هذه الصناعة قبل دي اكسن، ولكن لما جاءت دي اكسن من 29 سنة تميزت في هذه الصناعة وأتقنت منتجها وأتقنت الخطة التسويقية فيها، خلينا نقول الخطة الربحية التعويضية كبيرة في دي اكسن. ولكن هي ليست بدعا من الفكر أو القول، يعني بمعنى خطة دي اكسن هي مثل أي خطة أخرى متميزة حقيقية في هذه المهنة الذكية. ليش نقول هذا الكلام؟ حتى نتيقن الشركات الناجحة والمميزة في هذه الصناعة، والأشخاص رجال ونساء نجحوا في هذه الصناعة، نجحوا لأنهم أخذوها كمهنة، أخذوها كصناعة، أخذوها كحرفة. ما أخذوها بعشوائية وأخذوها أدخل والله ما أدري أنا أجرب حظي، ما أدري أنجح أو ما أنجح، والله أنا حظك نصيب، حظك نصيب، صح؟ أدخل وما أدري. تابعت الأستاذ نادر قبل فترة، يعني جميل جدا المقطع. أنا والله حظي، أنا ما أدري شلون نجح فلان، أكيد عنده أسرار. طبعا هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا تواجه كثير من الأعضاء. إذا قلنا المنتج، أي أحد الآن شفتوا التجارب طبعا، إذا قالوا فلان أخذ منتج دي اكسن واستفاد، شنو أخذ صح؟ طيب شلون أخذ؟ قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ هو مو الشكل، هو أغذية ترفع قلوية الجسم، سواء اللي عنده مشكلة ضغط أو سكر أو كذا تحسن، سواء أخذ ريشي وطحالب ونوني أو أخذ ريشي وطحالب كورديسيبس. طيب أخذ ريشي وطحالب وعرف الأسد، كله ماشي، ارفع القلوية وانتظم. طيب أخذ قبل الأكل؟ لا أخذ بعد الأكل، لا أخذ حبتين ونص قبل الأكل، هذا كلام غير صحيح. طيب تجي عند البزنس واللي حققوا نجاحات المالية في دي اكسن، فلان ما شاء الله نجح نجاحات كبيرة، شلون؟ أكيد عنده أسرار خفية، أكيد عنده طرق عبقرية، أكيد عنده حبكات جهنمية. هذا كلام كله خرابيط. ليش؟ هذا يجيك في عقلك اللاواعي
احيانا من وسوسه الشيطان، احيانا من التحديات اللي قاعد تواجهك وانك انت ما قاعد تشتغل صح. فايش تسوي؟ تعلق عدم نجاحك واستحقاقك للنجاح بايش؟ ان فلان اكيد هذا لانه اقدم مننا، هذا لانه من الجنسيه الفلانيه، هذا لانه مهندس، وذاك لانه دكتور، وذيك لانها ما شاء الله عليها بسناب قويه، اما انا لا ما استطيع لان انا ما عندي امكانيات هذه كلها فما راح انجح، او انا هذا هو السبب اللي خلاني انجح او اتاخر في النجاح. والحقيقه غير ما سبق نهائيا. الحقيقه ان هذه المهنه وهذه الصناعه الذكيه لها اسس، لها اركان. اذا انت تعلمت وعندك الرغبه للتعلم وعملت بالطريقه الصحيحه، وقع منك صح وخطا، عالجت الخطأ وكثرت من الصح، أصبحت مع الوقت أنت محترف وأنت محترفة في هذه المهنة، وبإذن الله النجاح يركض وراك، تحقيق الأرباح المالية تركض وراك، لأنك أنت بالفعل مستحق للنجاح. كيف أصبحت مستحق للنجاح؟ أنك أنت تعلمت من المصادر والمعلومات الصحيحة وعملت بالشكل الصحيح، وقع منك صح وخطأ، نجاح وفشل، أكثرت من النجاح وأكثرت من الصح، فبعد فترة صرت خبير. لما صرت خبير نتائجك صارت ضخمة، إذا معناته نفعك وعطائك الصحي والمالي وغيرها من مزايا كلها ارتفعت مع مرور الوقت. فأقول كلامنا الآن تحديدا في قائمة الأسماء الآن اللي واحد بيجتهد فيها بيشتغل فيها، إذا أنت عندك هدف كبير، أحلام كبيرة، الركن الأول هو اللي راح يخليك تبذل وتجتهد وتتقن في هذه القائمة مع الوقت. أما إذا أنت مو كاتب قائمة الأحلام والأهداف، مو كاتبها، مش كاتبها، مو حافظها حاطها ببالك، لا تكتبها ورقة وقلم وتتعاهدها دائما، قائمة الأحلام والأهداف، هذا رقم واحد. إذا ما عندك أحلام وأهداف كبيرة وأنت مؤمن بالله عز وجل أنه إن شاء الله سيصلك لها، ثم مؤمن بهذه الصناعة الذكية كصناعة، هذه المهنة، اثنين مؤمن بهذه الشركة ومقتنع فيها اللي أنت فيها، ثم مؤمن بقدراتك بإذن الله، أنت مستعين بالله عز وجل وعندك دائما تطوير لقدراتك الشخصية، قاعد تطور من مهاراتك ومعلوماتك وخبراتك. هذا المثلث القناعة والإيمان إذا اكتمل مع الوقت، طبعا ما راح يجي بين يوم وليلة، مع الوقت راح ينمو معك هذه كلها قناعات، عندها راح تعمل باحترافية. دائما وأبدا أنا أدندن حول مسألة أنك لازم تقرر الاحتراف. إذا كنت تريد أرقام كبيرة، تريد تعمل شغل بسيط في ديكسن، تاخذ منتجات صحية ومستفيد منها، تقدر. تبي تاخذها مجانا، أمر بسيط. مجانا كم يعني يكون بونصك؟ تركي يعني كم يكون بونصك؟ بعد بالليرة كم؟ منتجاتك تاخذها بشكل مجاني، يعني أنت تشتري من جيبك ويجيك أرباح شهرية تغطي هذه المشتريات. كم؟ 500، طبعا حسب العائلة صح، حسب الاستهلاك، من 500 ل 1000 خلينا نقول، تمام؟ إذا صار بونصك من 500 ليرة إلى 1000 ليرة شهريا، معناته أنت قاعد تاخذ منتجاتك بشكل شهري، مش من جيبك، من أرباحك، صح؟ طيب هذا الهدف معقول، وهدف ممكن واحد فينا يخطط له، يقول أنا ما أبي أشتغل في ديكسن، ما أبي أشتغل بزنس، أنا رجل مستمتع بالمنتج وأريد أن أخذه مجانا، كيفه؟ صح؟ طيب ممتاز، 500 إلى 1000 ليرة شهريا تحقيقها صعب ولا سهل؟ ها يا جماعة ايش رايكم؟ ها ابو محمود، 500 الى 1000 ليرة شهريا تحقيقها صعب ام سهل؟ وسط. ناس تقول صعب، ناس تقول شوف الاختلاف. ابي انا شوف يا جماعة اريد منكم اجوبة حقيقية، ما عليكم علاقة باحمد، ما لك علاقة باي احد كان. انت تشوف الحين 500 الى 1000 ليرة شهري صعبة ولا سهلة؟ سهلة يقينا، مو كلام، مو مجاملة. أنا ما لي علاقة، ترى ما مدير بالشركة ولا هي شركة أبوي ديكسن. ها؟ حلو. شوفي أنت ذكرتي الحين سبب معين، أنت في قناعتك لازم يكون عندي دخل آخر بعد، تمام؟ ممتاز. بعد إيش رأيكم، صعب ولا سهل تحقق 500 إلى 1000 ليرة شهري؟ حسب اجتهاد الشخص، فيكون إما يكون صعب أو يكون سهل، صح؟ إجابة ما شاء الله موفقة. حسب اجتهاد الشخص، حسب عمل الشخص، حسب إتقان الشخص، حسب إيجاد الحلول للتحديات اللي راح تواجهك. أنا أقول أتكلم لوصولك إلى 500 أو 1000 ليرة فقط، ما قاعد أتكلم على 3000 ليرة شهري و10000 و15 و20، لا، احنا نتكلم من 500 إلى 1000. لذلك الآن الطرح اللي راح نطرحه الآن الهدف منها الوصول بإذن الله سبحانه إلى مدخول شهري، انتبهوا معي، من 20 إلى 50,000 إيش؟
دولار. أنا قاعد أقول الكلام هذا يعني أغازل المشاعر وقاعد أحفز وأشجعكم وأضحك على نفسي وعليكم؟ لا، أنا مقتنع بهذا الكلام 1,000,000%. ومقتنع القناعة الثانية، أي أحد فينا هني إذا استعنت بالله عز وجل وقررت توصل هذا الرقم، أتكلم فيه DXN، مع احترامي كل الشركات الأخرى، وفي شركات أخرى قوية ما لنا علاقة فيها. أنا أتكلم اليوم عن DXN، تمام؟ وتميز DXN في الشرق الأوسط وفي العالم كله بمنتجها بخطتها كذا. إذا قررت توصل هذا الرقم فأهلا وسهلا بك في هذا التدريب، تمام؟ أهلا وسهلا بك في هذا التدريب. هذا التدريب يبي له شغل، يبي له اجتهاد. أما والله أنت تبي تأخذ هذا التدريب عشان والله توصل 500,000 ليرة، توصل إن شاء الله خلال 3 شهور 6 شهور. تبي توصل الرقم هذا خلال سنة، أنت واصلة 1000 ليرة 2000 3000. أنا أتكلم عن هذا الرقم بالدولار وليس بالليرة، تمام؟ طيب هذا الحين المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، 3 قواعد سريع. إفراغ الكأس. شنو يعني إفراغ الكأس؟ هذا الحين الكلام أنا أوجه الموجودين الآن، أوجهه كذلك للتسجيل، راح يشوفوا هذا الكلام من أعضائنا القدامى، شركائنا القدامى من كل الفرق أو الناس الجدد. إفراغ الكأس يا أخواني يا أخواتي يعني أنت مهندس على العين والرأس، أنت دكتور على العين والرأس، أنت أكاديمي على العين والرأس، أنت رجل ثانوي ممتاز، أنت متوسطة، أنت ما تحمل شهادة، يجب أن تفرغ كأسك اللي هو الأفكار اللي موجودة عندك، المعلومات اللي موجودة عندك، المهارات اللي موجودة عندك. مو معناته أنك تتخلى عنها، بس خليك مستعد تتقبل أفكار جديدة، معلومات جديدة، لأنك أنت في صناعة وفي مهنة بالنسبة لأغلب الناس اليوم هي جديدة عليه، صح ولا لا؟ مهنة النتورك ماركتينج جديدة عليك. لذلك نعم في قواسم مشتركة ومهارات مشتركة وطريقة البيع بشكل عام مشتركة ما بين النتورك ماركتينج تجارتنا الذكية هذه وما بين السوق التقليدي، صح؟ في ولا ما في؟ لو جاك الآن مسوق ولا مسوقة شاطر في البيع التقليدي وجاء عندنا في DXN، نسبة نجاحه أكبر، صح؟ لكن مو شرط. تدرون ليش؟ لو اشتغل بنفس المعلومات والمهارات والقناعات اللي عنده اللي هو السوق التقليدي وجاء عندنا في DXN وصار بس يشتري ويبيع، لو باع بالشهر ما يعادل أرباح الجيب الخاص 10,000 دولار ما نجح في DXN. لأن نظام DXN البارادايم، النموذج النجاح في هذه الصناعة الذكية مختلف عن التجارة التقليدية. ما دام في اختلاف وفي أوجه تشابه طبعا قواسم مشتركة، ما دام في اختلاف في حقيقة وجوهر هذه الصناعة، إذن يجب أن تفرغ كأسك، يجب أنك تكون مستعد لتقبل معلومات جديدة، قناعات جديدة في هذه المهنة عشان تقدر تعمل فيها عمل صحيح وتستفيد منها كصناعة وكمعلومات جديدة بالنسبة لك. هذا 1. 2 من هذه الإفراغ الكأس والاستعداد أنك تتقبل الأفكار الجديدة. 2 تغيير نمط التفكير. يجب أن تغير نمط تفكيرك، لا تمشي على القناعات الموجودة عندك السابقة. ما دام أنت قاعد تفرغ كأسك كان ومستعد تتلقى معلومات جديدة، خلي عندك مبدأ التغيير، مبدأ التطور، مبدأ التحسن، سواء كان معلومات تجارية، معلومات غذائية، معلومات أيا كان في هذه المهنة. يجب أنك يكون عندك عقلية تغيير نمط التفكير دوما وأبدا. آخر نقطة في المقدمة، يقول أعظم مسوق شبكي في العالم في كتاب الشهير جدا أعظم مسوق شبكي في العالم، يعطي نصيحة للشخص اللي كان محبط وبيترك هذه الصناعة من أول 4 شهور. قال له هذا الكتاب اللي أعطاه واجب، قال هذا الكتاب تروح تقرأه في البيت كامل وتجيني ثاني يوم. فهو تفاجأ، كتاب هالكبر كتاب ضخم جدا، شلون أقرأ هذا الكتاب كله؟ إحنا الساعة 1 بالليل وبكرة موعدنا الساعة 4. قال لي هذا واجب عليك تخلصه كله تجيني بكرة. فأقول أول ما أخذت الكتاب مغلف، أول ما أخذت الكتاب وركبت سيارتي شقيت التغليف كهداء، أطالع في العنوان قاعدة هذه، يقول أعظم مسوق شبكي ناجح نجاح ضخم جدا في أمريكا وعلى مستوى العالم، يقول هذا كتاب من أهم الكتب اللي ممكن تقرأها في حياتك عشان تنجح في هذه الصناعة. إيش عنوان الكتاب؟ مطرز باللون الذهبي الضخم الشكل. الكتاب يقول أو العنوان يقول النجاح يكمن فقط فيما لا تعلم أنك لا تعلمه. أعيد، النجاح يكمن فقط فيما لا تعلم أنك لا تعلمه. فتح الكتاب يقرأ، لقى الكتاب فارغ،
الصفحة الأولى، الثانية، 10، 20، 100، 200، كتاب ضخم، 300 كتاب فارغ. فهذا الشخص اللي كان محبط وكان يريد يترك هذه الصناعة قال خلصت الواجب دقيقة. فحط الكتاب على جنب والتقى ثاني يوم معه، جلس معه يومين، غير في نمط تفكيره. هذا الشخص نفسه المحبط اللي بيترك هذه الصناعة خلال 5 سنوات، يومين راح البيت، رجع استضافه في بيته يومين، أعظم مسوق شبكي. بعدين رجع هذا صاحبنا إلى بيته، انطلق طريقة جديدة، خلال 5 سنوات أصبح مليونير من الصفر، أصبح مليونير بهذه الصناعة. يعني مدخوله السنوي فوق 1 مليون وزيادة. تمام؟ شلون؟ هذه القاعدة لما التقى فيه ثاني يوم قال قريت الواجب؟ قال لي نعم قريته. قال استغربت، أقول له إيه؟ أقول له لا. قلت لا قريته. قال شنو فهمت؟ قال ما أدري. قال له تمام. عاد يوضح لنا مع الوقت، مع التدريبات والأمور خلال يومين. قال له شوف، علشان تنجح في أي فكرة في الدنيا، سواء نتورك ماركتينج ولا في معلوماتك في حياتك المهنية أو التجارية أو الوظيفية أيا كان، كونك عشان تحقق نجاح أو ترتقي في سلم النجاح أكثر يعتمد على شيء، اللي هو النجاح يكمن فقط فيما لا تعلم أنك لا تعلمه. يعني شلون؟ أنت الآن عندك معلومات، المعلومات هذه أنت قاعد تطبقها، تمام؟ نسبة صح خطأ 100%، 80، 70 اللي يكون. هذه المعلومات اللي أنت ماشي عليها وصلتك لدرجة نجاح معينة، تمام؟ في معلومات أنت ما تعرفها وما تعرف أنك ما تعرفها. لو أنك كسبتها وعملت فيها راح ترتقي في سلم النجاح أكثر. أنت اليوم مدخولك مثلا في تجارتك أيا كانت $200، تمام؟ أنت تظن الحين أن هذه التجارة لو دخلتها راح أفشل. لا، قد لو تعلمتها صح ودخلت راح تنجح، والعكس صحيح. شلون أنا أرتقي في هذا الدخل أكثر؟ يجب أن تعرف علوم ومهارات ومعلومات أنت اليوم ما تعرفها ولا تعرف أنك ما تعرفها. طيب كيف راح توصل لها؟ هذا الشيء اللي أنت ما تعرفه وما تعرف أنك ما تعرفه، تدرون شيء واحد أو شيئين. واحد، الممارسة. امشي في مرحلتك هذه ودائما مارس المعلومات اللي عندك، هذه واحد. 2، عندك استعداد دوما وابدا انك تفرغ كاسك وتغير نمط تفكيرك، فتاخذ من خبراء كل مجال حتى ترتقي اكثر في درجات العلم والعمل، وبالتالي تصل الى امور انت ما كنت تعرفها وما كنت تعرف انك ما تعرفها، وهي سبب نجاحك او ترقيك في النجاح. هذه الان نقدر ننزلها على قائمة الاسماء، وراح اذكر شلون. خلصنا من المقدمة، ندخل الان. شنو قائمة الاسماء اللي دوختونا فيها؟ على ضوء ما تقرر الآن أو تكلمنا في قواعد الثلاثة الأولى، هذه مهنة، هذه صناعة، نتورك ماركتينج. هذه صناعة مو اجتهاد من أحد من الأعضاء، مو اجتهاد من أحمد عبد الله يعطيك هذه الأفكار، ولا أي أحد في شركة DXN مهما على شأنه في DXN وتدريباته. كلنا إحنا قاعدين ناخذ الأسس والأركان اللي خبروا فيها الناس الناجحين في هذه المهنة كمهنة كصناعة. من كم هذه المهنة قلنا؟ من 120 سنة. طيب هل في ناس نجحوا نجاحات ضخمة مثل هذا المشروع الذكي بنفس الطريقة نجحوا؟ نعم. هل من وضع مدخول سنوي مثلا كان هو مثلا مدخول السنوي خلينا نفترض $100,000 بأمريكا أو في أوروبا، هل وصل عن طريق النجاح في هذه الصناعة صار مدخوله الشهري 1 مليون؟ نعم. طيب 5 مليون؟ نعم. طيب 10 مليون؟ نعم. طيب 20 مليون بالسنة الواحدة؟ نعم. هؤلاء اللي نجحوا بالخمسينات وبالسبعينات وبالتسعينات كتبوا كتب وخبراء يشار لهم بالبنان. ولما يكتب الكتب ما يقول لك أنا من الشركة الفلانية وأنا بشركة تعال سجل معي، هو خلاص مليونير. هو يسجل كتب حتى ينفع البشرية، لأنه مؤمن بهذه المهنة الذكية، مؤمن بمنافع هذه التجارة الذكية، وأنها ممكن تغير حياة الأفراد والشركات والحكومات وعلى مستوى كبير. لذلك هو من إيمانه الكبير في هذه المهنة الذكية يكتب الكتب، تروى الكتب وطبعا تباع ويتحقق منها أرباح، لكن فيها نفع وقيم كبيرة جدا لعموم الناس. نرد ونقول هذا الكلام نذكره الآن يقول به الخبراء، ويعتبرونه هو الركن الثاني الأساسي للنجاح. طيب هذه الحين خطوة، هذه الحين النقطة هذه انتبهوا معي مع النقطة اللي قلناها في بداية كلامنا، اللي هي إذا تريد نجاح كبير يجب أنك تقرر الاحتراف. طيب هل معنى أني أنا أكون محترف في هذه المهنة وأسمع من كلام الخبراء، هل معنى هذا أني لازم أشتغل كل يوم 10 ساعات و8 ساعات وأنا اليوم مبتدئ مثلا أو متعثر أو ما قاعد أنجح نجاحات كبيرة مثلا حتى وصل لي فترة؟ هل معنى هذا إذا أنا قررت الاحتراف وبعمل مثل ما يقول الخبراء أني لازم أعطي فول تايم
واكتب الليل بالنهار واتعب. لا، الخبراء يقولون اي احد مبتدئ يبي يشتغل شغل احترافي 2 باليوم، بس 2. البدايه طبعا. انت لما تحقق النجاحات وتشوف الفريق معك بدا يكبر، وتشوف لذة النجاح والعطاء وغيرها من معاني اللي هي اصلا معجونة في هذه المهنة الذكية اللي هو مساعدة الآخرين وإنجاح الآخرين معك، انت راح تطلع من 2 إلى 3 ما حد راح يقول لك، لا أبلاين ولا شركة ولا غيره، إلى 4 ساعات كل يوم تعطيها الناس اللي معك وفي نجاح نفسك وإياهم، إلى 5 إلى 7 إلى 10، وما تستطيع توقف، لأن هي حقيقة هذه الصناعة قائمة على وين تربح لما تربح الناس اللي معك، وهي في قيم البشرية، في قيم الإنسانية، مسلم ولا غير مسلم، هي لذة السعادة، لذة العطاء، حقيقة السعادة اللي هو العطاء. واضحة الصورة؟ سواء كان غرضك فقط مادي أو مادي وصحي واجتماعي ونفع وعطاء إلخ. تمام؟ فرد وأقول الآن ليش قائمة أسماء وليش هي مهمة؟ لأن هذا مو اجتهاد من أحمد عبد الله أو أي أحد يقول لك والله هذه مهمة أو مو مهمة، لا، هذا كل الخبراء بلا استثناء يقول لك إذا أنت بتشتغل شغل احترافي وعندك أهداف وأحلام كبيرة يجب أن تقوم بإنشاء قائمة أسماء خاصة فيك، ما لك علاقة بأبلاين، سواها أبلاينك ما سواها ما لك علاقة فيه. أنت قررت النجاح، قررت الأرقام الكبيرة هذه وعندك أهداف كبيرة، إذن يجب عليك أنك تنشئ قائمة أسماء. خلصنا الآن. طيب، قائمة الأسماء، نيم ليست. شنو هي قائمة الأسماء؟ قائمة الأسماء هي قائمة المعارف. قائمة المعارف مو الناس اللي بتدعوهم، ركز معي، هذا فخ يقعون فيه كثير من الناس. لما نقول أسوي قائمة أسماء يقول لك صح، قائمة أسماء أخوي وأختي وزميلي اللي في الدوام، مو كلهم طبعا، واحد فيهم اختار هو، وصديق أو جاري، بعد بس هذا اللي أعرفهم. شلون هذا تعرفهم؟ بس هذا اللي أعرفه. طب هو على أي أساس اختار هذه الأسماء أو الأرقام هذه؟ على أساس هو برمج في مخه الآن اللي ممكن نعرض عليه الفكرة هذه وممكن يتقبلها هو فلان وفلان 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 وفلان، حتى من إخوانه استثنى 2 3، صح؟ مو هذا واقع؟ هذا أكبر فخ ومصيدة يقعون فيها أي أحد وده يسوي قائمة أسماء. بس قائمة أسماء ضعيفة جدا، ولا كأنه أصلا مسوي قائمة أسماء، بالعكس هو قدام نفسه وقدام الناس أو أبلاين أو غيره سويت قائمة أسماء. طيب ليش؟ والله ما عرفت أنجح ومتأخر. ليه؟ هو ما سوى قائمة أسماء أصلا، لو مو عارف كيف يسوي قائمة أسماء صحيحة واحترافية. طيب شلون؟ واحد، قائمة الأسماء انتبه، هذه هي قائمة المعارف وليس من ستدعوهم. يعني شنو؟ يعني منو تعرف؟ إخوانك تعرفهم ولا لا؟ اكتبهم كلهم. طيب فلان أعرفه سلبي وراح يسوي لي مشكلة، اكتبه، ما لك شغل، اكتبه، أنا القائمة هذه بك تعبيها. طيب وبعد أبوي وأمي اكتبهم إذا هم أحياء، اكتبهم. طيب أبوي عمره 80 سنة، ليش اكتب؟ وراح نقول الحين ليش، شنو فلسفتها، ليش خبراء يقولون هذا الكلام. طيب وبعد تخيلوا، أول شيء قبل لا ندخل في طريقة التطليع أو استخراج قائمة المعارف كلها، أقل شيء تحط كم تتوقعون الخبراء يقولون؟ الخبراء في هذه المهنة كم يقول لك إذا أنت حطت قائمة أسماء تبي تعتبرها بداية صح؟ كم يكون الرقم؟ يلا يا شباب، يلا يا أخوات يا أخوان، كم؟ 100. بعد يلا الحين تطبيقات عملية، راح نشتغل شغل عملي الحين، بس أعطونا ها 500. كم؟ أبي رقم يكون يعني مدروس. كم تحط رقم؟ كل معارفك، مو اللي راح تدعوهم وما تدعوهم قبل التصنيف، قبل لا تدعوهم، كم تحط قائمة أسمائك عشان تعتبر أنت قائمتك صح؟ الأخ يقول 100، أنت لا، أبي رقم صحيح، لا تعطي رقم مبالغ فيه. ها 10. بعد 50 40 ها 15. قائمة المعارف مش اللي راح أدعوهم للدخول معاي في فكرة دي اكسن. أنت معارفك كم؟ 40. بعد يعني كم؟ حلو، 2000 3000 محمود يقول. بعد ها قائمة معارفكم كم تكون طبيعي يعني؟ كم؟ الشيخ شو يقول؟ 250. يا سلام عليك، هذا هو الرقم. يعني الخبراء يقولون أقل رقم تحطه 250. طبعا هذا الرقم اللي قالوه خبراء نتورك ماركتينج مبني على علم الاجتماع وعلم النفس. الخبراء يقولون في علم النفس بعيد عن نتورك ماركتينج التجارة هذه، ما في إنسان يعيش في مجتمع، حتى لو أنت عايش في الصحراء، أنت عايش في الريف، لازم أقل شيء عندك معارف. أقل شيء أنت اجتماعي مش اجتماعي، أنا ما أحب أخالط الناس، أنا بيتوتي، أنا بيتوتي، مو مهم. أنت عندك لا يقل 250 شخص تعرفه. شلون؟ أسرتك، أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، الجيران، أخوان الجيران،
جارك وهذا عندهم ولد عم شفته. المعارف وليس من ستدعوهم. طيب هذا بس الناس الجيران والأهل، والحين فيها تفصيل طويل. بعد أصدقاء الدراسة، شلون؟ أيام المتوسطة والثانوي، وإذا أنت داخل كلية، والدورة اللي حضرتها والدورة الثانية، كم واحد تعرف فيها؟ طيب خليك من الدراسة. الوظيفة، زملاء العمل، كم عمل اشتغلت؟ كل عمل كم واحد تعرف؟ لا أنا أعرف هذا مو زين وهذا سيء، مو شغلك، لا تصنف، لا تحط الحين منو يصلح وما يصلح ونبدأ فيه، بس حط قائمة معارف. وراح نقول ليش الآن. طيب بعد الجيران قلنا قبل شوي، العائلة، الجيران، الدراسة، العمل. بعد المجتمع. شو يعني المجتمع؟ أنت في اللجنة الفلانية خيرية إنسانية مدري شنو، أنت لك فعاليات في الدنيا صح؟ كم واحد تعرف هذا المجتمع؟ طيب بعد رقم 6 أصحاب المهن. شو أصحاب؟ أنت ما تتعامل مع واحد يصلح سيارة إذا أنت عندك سيارة، وأنت ما تروح عند راعي كهرباء يجي بيتك. كل أصحاب المهن راح نذكر بعد شوي شلون الخبراء يطلعون هذه القائمة. إذا أنت ما عندك رقم فهو 250. أنت ما عندك أصلا. طيب في ناس يحطون 500، فهذا في ناس يحطون 1000، في ناس يحطون 3000، في اللي بيعصر ذاكرته مثل اللي بيعصر ذاكرته ب 250، في ناس تعصر ما شاء الله عنده علاقات أو عمره شيء متقدم واختلط من دولة لدولة، فعنده 500 اسم عادي، عنده 1000 اسم عادي. طيب ليش يكون قائمة معارفي كبيرة؟ هي أصلاً ألف باء تاء قائمة المعارف الاحترافية، الخبراء كلهم يقولون أنها تكون كبيرة جداً، أكبر قدر ممكن تبدأ منه. 250 هذا مينيموم أقل شيء. طيب بدأت ب 300 برافو عليك، بدأت ب 350 أنت شاطر، بدأت ب 500 رقم اسم عفك الأرقام، عفك شلون تتواصل معه اسم، فأنت برافو عليك. طيب بدأت ب 1000 أنت أشطر، بدأت ب 5000 ما شاء الله عليك، تمام؟ طيب أول شيء قلنا حد الأدنى 250. قائمة المعارف هي الأشخاص اللي تعرفهم وليس من ستدعوهم، مسألة مهمة. أقل شيء 250، بعض الخبراء يقول 300 أقل شيء، بس احنا نقول 250. طيب النقطة الثالثة، صاحب هذا الكتاب اللي أنصح كل أحد يقرأه يريد النجاح في هذه المهنة الذكية، اسم الكتاب آخر دليل ستحتاج إليه للبحث عن الفرص، طبعة خاصة بالمبيعات المباشرة اللي هو تجارتنا، نتورك ماركتينج. وهذا على فكرة بوب بيرغ من خبراء هذه الصناعة، رجل شايب من الناجحين في هذه الصناعة الذكية. شنو الشركة اللي يعمل فيها الله أعلم، بس شركة أمريكية، هو أمريكي. وهذا من خبراء التنمية البشرية على فكرة، تشوفوا له مقاطع دائما على فكرة، مقاطع اليوتيوب وكل مكان وكذا. شايب اسمه بوب بيرغ، مشهور جدا، مدرب على مستوى كبير، وهو من أحد كبار الناجحين في مهنتنا الذكية. اسم الكتاب آخر دليل ستحتاج إليه للبحث عن الفرص، طبعة خاصة بالمبيعات المباشرة. هذا الكتاب موجود، أو الكتيب الصغير هذا موجود في مكتبات جرير عربي. مكتبة جرير تعرفونها في المعارض هنا يشاركون، تقدرون تشترونه، موجود الكتاب هذا. طيب يقول بوب بيرغ، يقول عندما دربت، انتبهوا معي شوية، عندما دربت في أكثر من 90 مؤسسة تعمل في النتورك ماركتينج أو التسويق المباشر عن طريق الإنترنت، يجيبونه يستدعونه يدربهم، تمام؟ يقول عندما دربت في أكثر من 90 مؤسسة تعمل في مجال البيع المباشر أو التسويق عبر الإنترنت، كان سر التفوق اللي هو شافه مع الشركات هذه ويسألهم باستمرار مدراء وكذا كذا، قال كان سر التفوق والتميز في النجاحات الكبرى هي، يقولون له، من بلغوا أعلى المستويات في الشركة من الموظفين هم من بيننا هم قد عرضوا منتجاتهم أو خدماتهم ببساطة على عدد أكبر من الناس ممن لم يبلغوا هذا المستوى. وبعبارة أخرى، لا يهم بالفعل عدد الأشخاص الذين يقولون لا ما دمت تجد العدد الكافي من الأشخاص الذين يقولون نعم. وحسب منو فينا اليوم في هذه المهنة اليوم في DXN راح يوصل بإذن الله أعلى النجاحات، اللي يستطيع عرض المنتج أو الفرصة أو الطريقة الذكية هذه مهنتنا بكل مزاياها، اللي يستطيع يعرض الفكرة على عدد أكبر بطريقة صحيحة طبعا وأسلوب صحيح، اللي يستطيع أن يعرض الفكرة على عدد أكبر ويقوم بباقي الأركان. باقي الأركان اللي هي شنو؟ التواصل والتدريب والمتابعة، باقي الأركان. الآن احنا خلونا في جزئيات العرض، اللي راح يقوم بعرض أكثر على عدد الأشخاص أكثر هو اللي راح ينجح النجاحات الكبرى، بس بشرط طبعا يكمل باقي النظام، تمام؟ العبارة الأخرى قال لا يهم عدد الأشخاص الذين يقولون لك لا
ما دام تعرض كميه كبيره، عرض مستمر كل شهر كل يوم كل اسبوع، عرض مستمر، ما راح يهمك عدد الاشخاص ولا لا. ليش؟ ما دمت تجد العدد الكافي من الاشخاص اللي يقولونه. نعم. طيب خلونا ننزل هذا الكلام على خطتنا في DXN عشان نعرف خطوره واهميه وفلسفه قائمه الاسماء. الحين احنا في النجاح في DXN، اعلى رتبه في الشركه كم شريك تحتاج؟ اعلى رتبه في الشركه في DXN كم نحتاج شريك؟ كم؟ 0 ملك يعني كم؟ لا كم شريك تحتاج؟ اتركني الفلوس. ها 20 شريك مباشر صح؟ في خطوط مختلفه يسمونها، تمام؟ سواء مستوى اول مستوى ثاني ثالث رابع مو مهم، المهم انه 20 شريك وشريكه، تمام؟ طيب اذا انت عندك قائمه اسماء، وشوفوا الفرق الان بين اللي يعمل باحترافيه واللي يعمل بعشوائيه. اللي يعمل بعشوائيه ايش راح يسوي؟ قال له ابلاينه، وابلاينه مو حيل مركز على قائمه الاسماء، مو مهتم فيه اصلا، لما قرأ كلام الخبراء وش قالوا الخبراء في قائمه الاسماء، فقال له يقولون قائمه الاسماء مهمه، فيا يلا انا وياك يلا سوي قائمه اسماء، هو ما يعرف يسوي قائمه اسماء ابلاين نفسه، فانت سوي قائمه اسماء. راح مثل ما قلنا قبل شوي، فكر منو الشخص اللي بقول له؟ اخوي ما راح اقول له، اخوي الثاني ما راح اقول له، في واحد من اخواني هو اللي يمكن يستجيب صح؟ فكتب اسمه. اصدقائي ما راح اقول له فلان وفلان وفلان، في واحد بس راح اقول له. طيب جيراني، لا فلان اعوذ بالله هذا اقشر، ما راح اسجل اسمه اصلا، راح اقول له الفكره، تمام؟ منو من جيرانك بتسجل؟ فلان. طيب قائمه اسماء كم صارت؟ صارت 5 6 10 15. ايش راح يصير بعدين؟ شوف عكس ذاك، الحين هو دخل معانا وشاف الناس الناجحين في DXN الاقدم منه، شاف ناس عندها ما شاء الله فرق حلو ونشطه، اللي عنده 5 شركاء جادين 2 3 10 اللي يكون، هو جديد شاف عنده قائمه اسماء صارت 10 20، رفع التليفون او قابل بقائمه اسماء، والله انا في فكره وكذا، طبعا حسب طريقه العرض طبعا صح ولا خطا. فقال له مثلا الشخص هذا هو طبيعته مثلا شكاك يتردد او سامع عن هذا المجال، فقال لا. الثاني قال له مشغول ما حب يقول لا. الثالث قال ان شاء الله ادرس الفكره وارد لك خبر. هو عنده 15 اسم خلصوا، شو يصير فيه؟ شو يصير؟ خلاص صح؟ راح يقول حق ابلاين حق الناس انا يبغى كل اللي اعرفهم عرضت عليهم، وبس واحد جرب المنتجات وبعد شهر بطل. صح؟ هذا واقع لا موجود. هذا الشغل بعيد عن المهنيه وعن الحرفيه، وانك انت داخل في صناعه ضخمه جدا والنجاح فيها ما له علاقه كم عدد معارفك ولا انت اجتماعي او لا، والله ما له علاقه. في ناس نعرفهم بيتوتيين نجح اكبر نجاحات، وفي ناس اجتماعيين عنده علاقات ما شاء الله فاشل في هذه الصناعه، مع احترامي له قد ينجح في امور اخرى بس ما استطاع ينجح هنا، مع انه لو تفتح تليفونه عنده 10,000 بس لا عارف يحط قائمه اسماء. ولا لما تقول شنو قائمه اسماءك؟ ايه انا عندي. وين؟ بالتليفون. شنو قائمه اسماء بالتليفون؟ لا الاصعب شويه اللي يقول لك قائمه اسماء بمخي. غلط غلط غلط، هذه فلسفه طويله لازم تكون مكتوبه، راح اذكر بعد شوي ليش بعد اكثر. عموما الان احنا كم نحتاج عشان النجاح الكبير في DXN اللي هو دخل من 20 ل 50,000؟ ترى بهذا 20 شريك حقيقي، 20 شريك افقيا حقيقي، تمام؟ محتاج 20 صح؟ اذا قائمه اسماء كبيره وصحيحه واحترافيه ابشرك ال20 جايين طال الزمن. اذا انت صابر وتشتغل صح وقاعد تتطور باستمرار وعندك احلام واهداف قلنا قبل شوي كبيره، وعندك تعلم مستمر وعندك عمل وتحسين مستمر، وبشرك ال20 جايين. السفاره جايتك. ما في اللي سبقوك ترى السفاره في DXN او المجال هذا بشكل عام، والله نجح في هذا المجال DXN غير DXN وسجل معه 10 أو 20 ونجحوا مع الشخص هذا. نجح المعدم الفقير الذي لا يجد دخل حتى دولار واحد، ونعرفهم شخصيا. نجح اللي ما عنده شهاده ولا حتى ابتدائي ولا يعرف يقرا ويكتب. نجح اللي ما عنده علاقات ولا هو اجتماعي، هذا عكس ما يتبادر عند الناس، انا لازم يكون عندي شبكه علاقات قويه، غير صحيح اطلاقا. نجح اللي مشغول وما يقدر يحك راسه، عنده شغله وشغلتين ونجح. ليش؟ لان هي النجاح سلم، اذا انت عرفت تطلع الدرجه الاولى الثانيه الثالثه وصلت الى دخل حلو معقول، خلاص النجاح راح يولد عندك نجاح، والقناعه راح تكبر، والمفترض المهارات عندك تزيد والمعلومات عندك تزيد، فيجيك النجاحات الاكبر والاكبر. طيب منتهى النجاح عندك كم؟ 20 شريك. طيب انا اقول 20 شريك حقيقي، بغض النظر انت بتركيا، انت بالهند، بالفلبين، اتكلم عن خطه DXN، انت بالكويت، بالسعوديه، مو مهم، من 20 شريك افقي حقيقي. طيب ايش قلنا قبل شوي؟ ايش قال بوب بيرغ؟
قال اللي تميزوا بالشركات هاي 90 شركة بيع مباشر وغيره تجارتنا أو غيرها، اللي استطاعوا يعرضوا الفكرة على عدد أكبر، فوجدوا إجابات نعم ودخول معهم أكثر. أنت كم محتاج إجابة نعم؟ 20. واضحة الصورة؟ إذا لما يكون قائمتك حقيقية واحترافية مع الوقت تطورها وتعمل عليها، 20 مضمونة بإذن الله. هذه نقطة مهمة جدا. طيب، لماذا قائمة الأسماء؟ كيف؟ آخر شيء راح نختم بكيف. لماذا قائمة الأسماء؟ من طرحنا قبل شوي أظن الصورة اتضحت لكم، لكن راح أقول لماذا قائمة الأسماء في التجارة التقليدية عشان تنجح بدخل ايش تحتاج؟ التجارة التقليدية أهم شيء رقم 1 رأس ايش؟ رأس مال. في أحد يدخل السوق اليوم بدون رأس مال؟ إلا اللي بجهده هو مع واحد بس، هم بعد اللي وعاه يدفع رأس مال، صح؟ إذا أنت بحاجة رأس مال، تبي تفتح مطعم بلاش، تبي تبني عقار، تبي تشتري عقار، تحتاج رأس مال ولا لا؟ يا جماعة شيكم مو متجاوبين معي، ماخذين سبلين اليوم ولا لا؟ ماخذين قهوة الريش ولا لا؟ محتاج في التجارة التقليدية رأس مال، هذا شيء طبيعي، سواء أنت بنفسك أو تستعين بأحد عنده رأس مال، فأنت بجهدك ووقتك وهو برأس ماله. إذا أنت في التجارة التقليدية محتاج رأس مال، صح؟ طيب شنو محتاج بعد غير رأس المال؟ سريع خبرة. طيب ما عندي خبرة، أستعين بأهل خبرة، دراسة جدوى، شركات، أجيب أحد معي خبير في المجال اللي بدخل فيه. إذا رأس مال وخبرة. بعد منتج قوي إذا كان تسويق منتج، صح؟ طيب هذا الحين التجارة التقليدية. في تجارتنا مع ما سبق اللي هو منتج قوي موجود في شركتنا، خطة تسويقية موجودة، شنو محتاج عشان تنجح؟ ها؟ اللي هو شنو؟ اللي هم هذول شنو؟ ناس. رأس مالك في هذه الصناعة هم الناس، صح؟ انك انت تكون سبب في انجاحهم او شيء اقناعهم بهذا المشروع، شاركتهم وياك من اجل نفعه هو قبل نفعك انت، فاذا هو قال نعم وقرر ينطلق هو راح ينتفع قبلك انت، فانت ويا راح تنتفعون. اذا انت شنو راس مالك في هذه الصناعة؟ الناس. اذا ما عندك قائمة اسماء شغلك مو احترافي، ومع احترامي شغلك عشوائي، انت نتائجك راح تكون مع الوقت حتى لو طولت، حتى لو اذا ما قررت تنتقل احترافيه بس عندك قائمه اسماء حقيقيه، راح يكون دخلك بالاخير 5000 ليره، هني بتركيا 10000، هذا اذا انت اجتهدت بعد كم سنه. لكن الارقام هذه اللي هي بالدولار قائمه اسماء، ليه؟ لانك راح تعرض بشكل احسن وافضل وفرص النجاح عندك اسرع واكبر. طيب هذه الاولى. 2، ركزوا معي، الوضعيه. الخبراء يقولون انت راس مالك ليش تسوي قائمه اسماء ولازم تكون احترافيه وتقرر وتجتهد وتتعب فيها؟ عشان راس مالك وين؟ سر نجاحك وين؟ هو الناس اللي بتستقطبهم وتقنعهم وتفيدهم. طيب هذا رقم 1. رقم 2، لماذا قائمه اسماء؟ رقم 2 الوضعيه. شنو الوضعيه؟ اللي ما عنده قائمه اسماء ويقول لك انا ذاكرتي حديد ولا بتليفوني، ايش راح يصير؟ راح يصير، انا اقول لكم راح يصير. اليوم هو ماشي بالسوق شاف واحد، يا ولد هذا والله شكله بينجح معي وراح يصير هو ما شاء الله يستفيد، تعال لي اكسان، لا طالع فيه ان شاء الله خير ان شاء الله، ما يبي، لا اعطني رقم تليفونك، يلا عطني يلا، وراح اعطاه حظر او شاف فرصه وسكر. ثاني يوم قاعد في الديوانيه مع الربع وكذا، شاف فلان والله هذا شكله زين اعرض عليه. هذا هو العشوائيه. واضح؟ الوضعيه شو تسوي فيك؟ تخليك انت مهدد. وضعيتك اثناء العرض اما انت تبي تتكلم بشكل عشوائي، 1. 2، انت قلنا قبل شوي اللي ما سوى قائمه اسماء هو حكم مسبق واختار من راسه كم واحد؟ 20 او 10 ورقه مالته. طيب تخيل خلينا نقول 20، الشاطر اللي راح يكتب 30 اللي ما يشتغل احترافي، راح رفع التليفون، الو فلان كذا صديق لا او شيء، قال لا وكذا. الثاني قال والله ما ادري بعدين ان شاء الله. الثالث قال وصل 15، ونفترض ان استجابوا منهم 1 وللحين ما جاء اشترى او جربوا منتج، باقي 15 وصل هو كم؟ 50% من الباقي. هو ايش راح يصير عنده؟ علامات الانذار اشتغلت، دي قائمتي بتخلص، ما حد يستمع مني. راح يقوم يعرض هو يسولف، وضعيته متخربطه. فهمتوا قصدي؟ الو والله بس والله يا اخي فرصه زينه، والله لا والله انا انصحك فيه. يا اخي ما ابي، يا اخي فك حل عن سماي،
ما ابي اشتغل معك، لا تشتغل معك. هو نيته طيبه، يبي ينجح نفسه، يبي ينجح الناس معه، هو عارف قوه هذا المشروع، بس اللي امامك مشغول، فاضي مو فاضي، مشغول، مو مقتنع، من النوع اللي يتردد، من النوع البطيء، من النوع اللي يشك، من النوع اللي يبي له طريقه صحيحه. الشاهد انت لما توصل هني 20 خلاص علامات الانذار عندك فل، بين 25 حبط طبعا، 30 انت اما تترك او تروح ترجع مره ثانيه ابلاينك وتقول علمني وحل الموضوع، تستشير كذا كذا اذا يعني مشيت صح. لكن غالبا اللي شفناهم ما دام ما في قائمه اسماء راح يكون وضعيتك، يسمونها وضعيتك اثناء الطرح ضعيفه، مهزوزه، شاك في الصناعه، شاك بقدراتك، لانك ما عندك قائمه اسماء كبيره. طيب الصوره الثانيه، بدايه اليوم، انت جديد اليوم او قديم، بديت اليوم بالقائمه هذه وقعدت مع نفسك، لا تستعجل، لا تعرض على احد فكره الان، لا تتكلم مع احد، امسك. الحين راح نقول شلون طريقه تفصيليه. امسك قائمه اسماء سويها. اتفقنا كم الحد الادنى؟ كم؟ ما في مجال تحط 250 اسم، راح اذكر بعدين شلون تتعامل معاهم. لازم 250، هذه واحد حطيتها الان، تمام؟ وفي طبعا نصائح اخرى راح نمشي عليها. جيت انت الحين رفعت التليفون، شوف تخيل 250 بديت مع رقم واحد، شو راح يصير وضعيتك؟ مرتاح ولا لا؟ فهمتوا قصدي؟ اعطيكم مثال اخر. انت اليوم صاحب شركه راس مالها 10 مليون دولار، تمام؟ عندك فكره جديده بالشركه هذه، تبي تتوسع، تبي تسوي مشروع اضافي داخل مشروعك، تمام؟ هذا المشروع اللي بتسويه يكلف 2 مليون دولار، 5 مليون دولار. انت عندك علاقات حلوه، هذه واحدة من أسرار النجاح في ريادة الأعمال بشكل عام، التجارة بشكل عام. عندك علاقات حلوة. كم عندك قائمة معارفك من التجار؟ 10. لما ترفع التليفون على أول واحد، أنت رشحت هذا أنسب واحد أعرض عليه، هذا أرتاح له، وهذا قوي ويقدر ويحب هذا المشروع، تمام؟ أرفع عليه التليفون، ألو، ما راح أقول له طبعا تعال تفضل أو بجيك نقعد مع بعض وأعرض عليه دراسة الجدوى. شو راح يصير؟ لو هو قال لك ها والله ما أدري أنا يمكن، بس خليني أدرس الموضوع، إيش راح تقول أنت؟ أنت عندك 9 غيره، 9 أقوياء، إيش راح تقول له؟ براحتك ادرس المشروع وإن شاء الله خلال 3 أيام ترد لي خبر، ولا إن شاء الله بعرض على غيرك. طريقة لطيفة. إيش راح يحس هو؟ إيش راح يحس هو في المقابل؟ أنت جاب دراسة جدوى، مرتب شغلك وتعرض عليه، وبنفس الوقت تقول له أنت ما تبي الفكرة هذه، يمكنك مشغول، يمكن كذا يا صاحبي يا صديقي، أنا إن شاء الله بعرض على غيرك. إيش راح يصير هو فيه؟ وإيش راح يسوي؟ راح يدرس المشروع وراح يهتم في المشروع. لكن لو جيت انت تجاره تقليديه تبي تسوي نفس المشروع، بس انت قائمه معارفك وعلاقاتك من التجار 2، علاقاتك يوم حلوه، جيتك حق الاول، لو قال لك لا، ايش راح تسوي؟ انت متوتر، ممكن يقول لك لا، او لا النسبه هذه ما تناسبني بالشراكه، ابي نسبه اعلى، ايش راح تسوي؟ او رحت الثاني، انت مهزوز، وضعيتك مو سليمه. لكن لما تجي عندك 10 اسماء 20 اسم بالتجاره التقليديه، شراكتك راح تكون قويه ومؤثره والناس تحرص عليها. نفس الشيء، وعليكم السلام، نفس الشيء ينطبق على قائمة المعارف. إذا كانت قائمة المعارف قوية وصحيحة واحترافية، أنت، يقول بوب بيرغ ويقول غيره من الخبراء، يقول أنت شلون يعرفها؟ اسمعوا هذه، قال هي أن تهتم الوضعية السليمة، يكون عندك قائمة أسماء حقيقية 250 300 اسم 500 اسم، الوضعية السليمة الصحيحة اللي تخليك ناجح ومحترف في هذه المهنة، قال أن تهتم ولكن ليس بدرجة كبيرة. شلون تصير هذه؟ لما يكون عندك قائمة أسماء غنية، وراح نقول شلون بعد شوية. طيب، وما يهم بشأن الوضعية هو أنه كلما زاد تمكنك منها زادت استجابة الآخرين لك بطريقة إيجابية، وعندما يشعرون بأنك لا تهتم بدرجة كبيرة بكسب اهتمامهم يصبحون فجأة أكثر اهتماما. واضح؟ أحد الخبراء اللي هو إيريك هوري نفس النقطة هذه يقول في مقطع له على الفيديو في اليوتيوب، قال أسوأ وأخطر شيء نتورك ماركتينج مجالنا اللي يسوونه بعض النتورك اللي مو محترفين، إن لما يجي يعرض الفكرة على واحد يكون كأنه يستجدي منه، كأنه يترجاه يدخل معه، قال هذا أسوأ وأخطر شيء. بينما الصحيح شنو الصحيح؟ أنت محترف، عندك قائمة أسماء غنية وكبيرة، وعندك وقت، معك فريق أصلا موجود، حتى أنت جديد، معك متابعة تدريب، صح؟ ومعك باقي أمور حياتك الأخرى، خلاص حاط وقت ساعة ساعتين. جاء وقت الآن عرض الفكرة غير عن قائمة الأسماء، ما له علاقة. قائمة الأسماء هذه بينك وبين نفسك، تتعب عليها، تشتغل عليها كل يوم كل أسبوع كيفك، تضبطها، تتقنها، بعدين نقول شلون تفصلها، تصنفها، بحث آخر.
الآن أنت عندك وقت هنا قاعد تضبط فيها صح؟ جاء عندك بالتصنيف راح نذكره بعد شوي فلان وفلان وفلان أبدأ فيهم، أخوك ابن عمك جارك مو مهم، هذا من المعارف هو أول ناس تبدأ فيهم. مثلا جيت أنا رفعت على التليفون أو واعدته إذا كان في بلدي واعدته، لما أجي شوف الوضعية السليمة شنو؟ الوضعية السليمة لما أجي أنا مهتم له كونه من معارفي أو كذا أو كونه إنسان بفيده، أنا مهتم إنه ينجح بس مش بدرجة كبيرة. يعني شنو؟ وليش صارت هذه عندك؟ لما كان عندك ايش؟ قائمة اسماء غنية وصحيحة واحترافية، فلما اقعد معه انا حاط عرض الفكرة 10 دقائق ربع ساعة، خلاص اعرضها ربع ساعة، بعدين شفتها يقول ها ما ادري متردد افكر ابد، خلاص والله عندي موعد الحين، بالفعل انت عندك موعد مع واحد ثاني او عندك موعد ببيتك، خلاص السلام عليكم انتهى خلاص. أعطيتك فكرة، علمتك كل مزاياها، أنت عرفت هو يحب المنتج أول أهم عنده أو البزنس أهم، أو جيت عرضت عليه بالطريقة الصحيحة والسليمة في الظروف السليمة. هذيك عاد الدعوة والتشويق وعرض الدعوة بحث آخر. لما تعرض إذا أنت كنت مهتم له ولكن ليس بدرجة كبيرة، شو يصير عنده هو؟ شو يصير عنده هو؟ انتباه أن هذا جاي يفيدني، نعم وين لكن هو ما عنده وقت، هذا مشغول بالنجاح في هذا الصناعة لو كان جديد. فإذا هو عارف أن عنده إيش؟ ناس غيره، فعنده راح يقول لك والله ها على الأقل خليني أقرأ، خليني أشوف شو يقول، تدري شلون أبو فلان دزلي، راح يهتم. لكن لو أنت قعدت معه وأنت ما عندك ترتيب قائمة أسماء وأنت حاسس بالضغط أنك أنت مو مسوي قائمة أسماء، أنت على بالك اللي تعرفهم كلهم 10-20، فقعدت معه إذا لحيت عليه وقعدت معه ساعتين تعرض عليه فكرة ولا 10 ساعات، شو راح يسوي؟ والله لو تركض وراه ليل نهار ما راح يجي يسجل معك. هذه طبيعة، هذه ترى شيء بالفطرة، واضح؟ هذه مسألة حل مهمة. طيب يقول كيف تكتسب الوضعية الصحيحة؟ 2 راح ندخل الحين على كيف تسوي القائمة. شلون تكتسب الوضعية الصحيحة؟ ركزوا معي يا اخواني اخواتي. 1 ايمانك الحين هذا السر شلون تمتلك الوضعية هذه اللي هي انك تهتم بس بدرجة غير كبيرة، تهتم للشخص اللي امامك بدرجة غير كبيرة بطريقتين. الطريقة الاولى 1 ايمانك بان الله عز وجل، هذا من يقوله؟ بوب بيرغ الامريكي غير المسلم، ركزوا معي اللي هو خبير في هذه المهنة والصناعة، يقول إيمانك بأن الله عز وجل هو المتصرف في الأمور على أي حال، وأن تعمل أنت وتكون مدرك أنك ما دمت تتحكم في نشاطاتك وفي بذلك الأسباب سوف يتحكم الله في نتائجها. مسألة حيل مهمة هذه. فهمتوا المقصد في كلامه؟ يعني الحين سويت قائمة أسماء ومتوكل على رب العالمين وجهزتها ورتبتها، جيت قعدت مع الواحد، أنا قاعد معاه، أنا عندي إيمان كبير، هذا إذا الله كاتب له أنا أقوم بالكل اللي علي وأتقن بالدور كل اللي علي، تمام؟ وأعرض الفكرة بطريقة إني إيش؟ مهتم بس مش بدرجة كبيرة، ما ألح وطارد. إيمانك بأن الله واستشعارك لهذا الأمر إن الله إذا كان كاتب له هو رزقه ولك أنت رزقه معه، إنها بتجي من عند رب العالمين، يقبل يتردد يمكن يقتنع بعد 6 شهور سنة، بس أنا أقوم بكل الدور اللي علي. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية وعليه تؤمن، إذا أنت مستشعر مسألة أن الله هو المدبر لكل شيء بس أنت تبذل الأسباب وتتقنها، وأن الله هو اللي بيتحكم بالنتائج، وعليه تؤمن بأنك رجل أعمال أو سيدة أعمال لا يمكن إيقافه. واضحة الصورة؟ أحلامه كبيرة، أهدافه كبيرة، عنده قائمة عمل احترافية شغال، أنت رفضت اللي بعده، أنا عندي قائمتي 500 اسم ماني فاضي أضيع وقتي، فاللي بعده أنا عارف أنه طبيعي لو عرضت الفكرة صح من كل 10-20 يجيني واحد، صح ولا لا؟ وماشي باقي الأركان التدريب والمتابعة وكذا كذا. فإذا أنا قائمة أسماء كبيرة بتعطيني وضعية سليمة. شلون؟ إيمانك بأن الله هو المتحكم في كل شيء يجي أو ما يجي. 2 أنت رجل أعمال وأنت سيدة أعمال لا يمكن إيقافه. هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أن تضع باستمرار قائمة أسماء كبيرة دائمة التزايد بأسماء الأشخاص الجيدين حتى تعلم أنه من المحال استنفاذك لعملائك المرتقبين أو المحتملين، وسيمنحك هذا الأمر أيضا وضعية صحيحة. وضحت الصورة؟ أنت لما تنجح في قائمة أسماء بعد النقطة الأولى قلنا إيمانك بالله، ثم أنك راح تكون رجل أعمال وسيدة أعمال قوية ما دام عندك شغل صح. 2 نجاحك في قائمة أسماء هذه الكبيرة المتزايدة باستمرار، هذا راح يعطيك وضعية أنك أنت ما راح تهتم حيل إذا واحد قال لك لا عادي، لا عندي أسماء بعد، عندي 100 و200 قاعد يمشي عليهم كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر شهرين، فراح يجي غيرك اللي يقول نعم، أو أنت نفسك إذا قلت لا راح يتابعك متابعة صحيحة وسليمة، بعد فترة ممكن تغير رأيك، لكن غيرت رأيك نفسك ما غيرت، الله المتصرف في الدنيا مو أنا ولا أنت. هذه الكيفية. الآن الخطوات العملية هي 5.
شفتوا هذه الحين التصنيف اللي عندك الآن، هذه مو هي تكتب فيها. لو أنت أخذتها الحين صورتها في البيت ما راح تكتب فيها في البداية، تكتب في مسودة. مسودة دفتر، جيب دفتر عشان تحفظ فيه، دفتر كبير A4، وتكتب الحين الكلام اللي بنقوله، تمام؟ بعدين تاخذ من المسودة وتحط فيه التصنيف، مش نتائج المتابعة. في عندك 3 ورقات، في واحدة منهم مات التصنيف، خلينا نشوف وين بالضبط. بس واحدة شنو؟ هذه متابعة المستهلكين، لا هذه استمارة قائمة الأسماء، أي هذه نتائج الاستقطاب، لا هذه بعدين. هذه شوف يا جماعة اسمها استمارة قائمة الأسماء المرشحون لدعوتهم إلى DXN. هذه اللي راح تنقل من المسودة العادية، تشتري أي دفتر تكتب فيه، تنقل هذه أول، بعدين من هذه راح تنقل للصفحات الثانية. فالحين خلونا من هذه، خلونا نتكلم عن الأساس. الأساس هو المسودة. شلون المسودة؟ رقم واحد، أقل عدد مطلوب كم اتفقنا؟ 250. فإذا خلاص ما تحط في المسودة مالتك، لازم تحط 250. طيب فلان اللي جاب بالي ما أعرف رقم تليفونه، اكتب اسمه، ما لك علاقة، ما أعرف رقم بس حط اسمه، تمام؟ طيب شلون أطلع 250؟ خلينا كلام عملي الحين. شلون أطلع 250؟ يلا يا شباب. الحين أغلب الناس لما قلنا لهم كم قال 30 50 40 صح؟ شلون تقدر تطلع 250؟ ها؟ حلو. بعد في ناس شو تقول حتى في التدريبات، DXN غير DXN، افتح التليفون وشوف. أكبر خطأ، التليفون خله بعدين، لا تفتح التليفون. اسمعوا مني، هذا الكلام مكتوب في تدريبات الأمريكيين وأوروبيين خبراء في هذه الصناعة. يحط لك دفتر كامل، دفتر فراغات، شلون تطلع 250. اصلا توصل معاه، انا اي واحد فيه راح توصل 500 وانت تضحك. شلون الحين نقول واحد نتفق اقل عدد هو 250، بعض الخبراء يقول اقل عدد 300، بس خلينا نقول احنا 250. 2، استخدم شيء اسمه عناوين تصنيفية. هذه شنو المقصود فيها؟ تخليك تتذكر. شلون؟ 1 العائلة، تكتب دفتر A4 اكتب العائلة. أول ما تبدأ وين؟ الأسرة الصغيرة، تكتب يعني إيش؟ الأحياء طبعًا. الأب أكتب أبوي، اكتب أبوك. هنا بكم؟ الحد الأدنى أو 300 الحد الأدنى. وصلت 500 اسم برافو عليك، 1000 شاطر، 10000 أنت ما شاء الله عليك، تمام؟ هذه الخطوة الأولى. راح تكتب الأب والأم. طيب أمي ليش أكتبها؟ اكتب، راح أقول لك ليش بعد شوي. الأب والأم، بعد الإخوان كلهم كل إخوانك وأخواتك. زين، بعد العمان، كل عم تكتب اسمه. طيب كتبت العم، تفرع أبناء عمك هذا كلهم، أبناء والبنات كلهم تكتبون. الزوجة تكتب الزوجة. طيب ممتاز، خلصنا هذا العمان. الخوال تكتبهم كلهم. زوجة خالك تكتبها، تمام؟ زوجة خالك لما رحت مثلا في مناسبة كان عند خالك، عرفت زوجة خالك ابن عمها ومثلا كذا كذا، انت تعرف تذكر اسمه، ما تعرف رقم تليفونه، اكتب. اي احد تعرفه اكتبه، مش اي احد راح تدعوه، فرق. اي احد تعرفه اكتبه. قلنا العائلة، اب وام وعمان خوال. بعد العائلة لما تروح مناسبتكم الخاصة، العرس في العائلة، من راح تشوف؟ اي احد يجي على بالك بعيد عن التليفون اكتب اسمه. الحين نتكلم عن العائلة، تمام؟ ولد عم ابوك، تلتقي انت وياه بالجد الخامس وتعرفه، شفته مرة بالعيد، اكتب اسمه. طب ما اعرف رقم تليفونه، اكتب اسمه. بعدين راح نجي عند رقم التليفون. شنو الفائدة من هذه المسألة؟ طيب خلصنا الحين من المذكر الأول. العائلة. المذكر الثاني الجيران والحي والمنطقة اللي انت عايش فيها. انتبه معي، ما له علاقة هذا الجار شنو هو علاقتك فيه، هو جارك. أنا عايش في سكن، جار هني وجار هني وجار هني، أي أحد شفته وتعرفه ما بينه وبين علاقة، هذا سلبي، هذا تهاوشت مع ذاك اليوم، اكتب اسمه. مهم هذا سلبي اعرف، اكتب اسمه. من اخوانك قبل شوي عائله، هذا سلبي، اكتب اسمه. بعدين تصنيف الجيران والعائله، اكتب كل احد من جيرانك. يعني شلون تبدا من جيرانك؟ انت شنو ساكن؟ ابدا شقه، حط اسمه، اسم فلان، اسم ابو فلان، ما اعرف اسمه، اعرف ابو فلان، اكتب ابو فلان. رقم تليفون بعدين التصنيف والاستفاده من هذه القائمه بعدين. طيب خلصنا من عائله، الجيران والمنطقه. رقم 3 الدراسه. شنو الدراسه؟ وين ذاكرتك تشتغل؟ وين توصل ذاكرتك في الدراسة؟ ارجع. لك صديق في الابتدائية والحين كبرت وياه وشفته مرة هني ولا هني، شفته
اكتب اسمه. ما يعرف تليفون اكتب اسمه. جينا متوسطة، لا هذا يمكن تعرفهم أكثر ويمكن تقدر توصل لهم، اكتبهم كلهم. جيت الثانوية اكتبهم كلهم. أنت دخلت فوق الثانوية اكتبهم كلهم، أي واحد تعرفه في الفصل الفلاني، الفصل الفلاني، فلان تعاركت أنا وياه، تهاوشت أنا وياه في الجامعة، اكتب اسمه. تمام؟ الدكاترة اللي أنت تعرفهم بس تعرفهم اكتب اسمائهم كلهم. طب ما رقم تليفونه شلون راح أوصل له؟ اكتب ويصير خير بعدين. طيب وبعد أنت وأنت كنت تدرس أخذت الدورة الفلانية، أخذت الدورة، اكتب. واضح؟ اللي كانوا في الدورة واللي أعطاك الدورة. تمام؟ خلصنا من الدراسة وكل ما يتعلق فيها. العمل، كم وظيفة اشتغلت؟ كم مهنة اشتغلت؟ كم محل اشتغلت؟ كل الناس تعرفهم يخصون العمل اكتبهم. طبعا كل شيء احنا نقوله له صفحات خاصة، هذه صفحة، واترك فراغات. يعني انتبه لي نقطة مهمة جدا، مو هذا الكلام اللي قاعد نقوله الحين. الدفتر هذا رحت اشتريته الآن، هذا الدفتر رحت اشتريت مثله، نفس الدفتر A4 عادي. تمام؟ ما راح تكتبهم ورا بعض يا جماعة وترسم رأس الشكل. العائلة لا 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 لا، العائلة اترك 20 صفحة، اكتب العائلة واترك 20 صفحة 30 صفحة. بعدين تجي عند الثانية قلنا الجيران، اترك 10 صفحات. جينا وراها الدراسة، اترك 10 صفحات فارغة بس حط عناوين. تمام؟ جيت عند العمل، الوظيفة الثانية اكتبها فوق واترك صفحة كاملة. تقول الحين تذكرت بالعمل ذاك بس واحد، خلاص اكتبه وخلي في شغل ثاني راح يجي بعدين لما تروح تراجع. سبحان الله، في فلسفة في هذه يقول عنها الخبراء، انت لما تطلع الاسماء من مخك وتكتبهم حتى بدون ارقام، راح مخك سبحان الله بس يوصل الاسم تكتبه بيدك. مو طباعة، طباعة بكيفك، بعدين تبي تطبعها تحطها بالكمبيوتر كذا، بحث اخر، برنامج بحث اخر. اكتب بايدك، شرط تكتب بايدك مو اي شيء ثاني. تمام؟ لما تطلع من مخك وتحط على الورق، مخك بعد فتره لما تجي تراجع مره ثانيه الدفتر وتطالع التصنيفات راح يجي اوه فلان شو ما ذكرته، لك انت كنت سهران يوم كتبته اول مره، ثاني مره بعد الفجر، ثالث مره تابعت القائمه بعد اسبوعين ثلاثه العصر. فمخك مره كان منغلق، مره كان منفتح، مره كنت مركز، مره شارب قهوه فطر ريشي، مره ما كنت شارب اي قهوه وتعبان مالك خلق، فما كتبت اسماء عدل. هذه لما تروح تتذكر كل مره على مره راح تطلع معك اسماء جديده، راح توصل هذا رقم تضحك وزياده. تمام؟ خلصنا من العمل. المجتمع، شنو المجتمع؟ أي فعالية أنت شاركت فيها، أي كيان أنت انتسبت له، أي شيء منو في المجتمع تعرفهم، حط أسماء، قلنا الأرقام بعدين. طيب الخطوة الأخيرة أو المذكر الأخير أو التذكير التصنيف الأخير، أصحاب المهن. أنت عندك بيت وكم مرة جبت شخص، أي شخص بسيط فني مدري شنو، اكتب اسمه. رحت بسيارتك تصلح اللي تعرف هذاك كم مرة رحت سجل اسمه. الكاشير اللي عندكم في الحي تعرفه وبينك وبينه سوالف، سجل اسمه. تمام؟ في يوصلون بعض الخبراء منهم إيريكوري وغيره، وفي مقطع اليوتيوب موجود له، يقرأ من دفتر، طبعا هو المؤلف الدفتر هذا، يقول مثلا أنت أمريكي عايش في أمريكا، وين عشت من قبل؟ عشت في استراليا. اكتب صفحة خاصة استراليا. شنو؟ ادخل مرة ثانية بكل الشغل اللي في استراليا. انت راح تشتغل هناك، اكتب اصدقاء العمل، كم عمل اشتغلت في استراليا، كم شخص احتكيت فيه، الجيران اللي سكنت عندهم، اكتب اكثر قدر ممكن. طيب قبل استراليا وين كنت؟ كنت بكوريا، اكتب بنت كوريا، سجل كل احد تعرفهم. هذه الطريقة التذكير بالمناطق، مو بس اللي انت ساكن فيه، حتى المناطق اللي عشت فيها. انت مو في بلد الحين انت مغترب فيه، ارجع لبلدك، حط تصنيفات خاصة ببلدك، تصنيفات خاصة ببلد انت فيها. عشت في بلد ثالث اكتب. طيب خلصنا من هذه رقم 2، اللي هو استخدام العناوين والتصنيفات للتذكير. رقم 1 قلنا أقل عدد مقبول كم؟ إلى 300، بعضهم يقول أقل شيء 300، بس احنا خلينا نقول 250. طيب رقم 3 الزيادة الشهرية. أنت الحين سويت هذه، مشيت على التصنيفات وطلعت، بغض النظر طلعت ب 250 300 500 اسم، برافو. طبعا مو بيوم، ممكن بأسبوع، ممكن بشهر بشهرين، كيفك. تمام؟ مع عملك الثاني في دي اكسن وغير دي اكسن. انت كملت هذه القائمه الاساسيه، خلاص خلال اسبوع اسبوعين شهر شهرين. طيب شو المطلوب بعدها؟ المطلوب بعدها الخبراء يقولون اقل شيء تزيد في القائمه كل شهر 20 اسم. شو نزيد 20 اسم؟ هاي سالفه طويله. يعني اذا انت ما جبت الرقم صح 15 ما تتنازل، والافضل 20 جديد. شلون؟ ايش رايكم شلون؟ ها؟ وهل هذا الشيء تصنعا؟ احنا مو كائنات اجتماعية؟
احنا مو بشر، كائنات اجتماعيه، الاصل فينا نروح ونجي ونحتك بالناس، صح؟ اليوم انت هنا، بكره ممكن تنتقل ولايه ثانيه، يمكن تروح تشتغل وظيفه ثانيه، يمكن تروح تدخل دوره، انت عندك امورك الحياتيه، صح؟ فالمفترض ما تتنازل كل شهر تضيف على القائمه بنفس الطريقه. رحت انت وشفت واحد، مو شرط اخذت رقم تليفونه، اخذ رقم تليفونك بغض النظر، شفت فلان احتكيت فيه مره على مره بنادي رياضي كذا، اذا في اسم جديد حط على القائمه، على المسوده الاساسيه 20 كل شهر لازم تضيفها، ما فيها مجال. هذا ال20 بعض خبراء الشغل في هذه الصناعه، وهذه مثل يصير بالنسبه لك بعدين مع الوقت، اذا انت عندك 500 اسم اذا قاعد تشتغل فيهم، تنتقل خطوه ثانيه تصنف وكذا، بس كل شهر عندك 20، مثل شنو؟ مثل النهر الجاري، تدفق عندك، فانت مرتاح، قائمتي ما تخلص. ليش كل شهر قاعد يزيد 20؟ هذه واحد. اثنين، هذه تخليك متمكن من الوضعيه اللي قلناها قبل شوي، بحيث انا عارف قائمتي ما تنتهي اصلا، قاعد اصنف فيها كل فتره واعرض المشروع كل مره على ناس جدد، وانا اصلا محتاج فوق هذا كله 20 اسم بس. فاذا شو انا خايف منه؟ ما تبي تدخل طبعا ما استهتر بالمقابل، انتبهوا لي شوي. الوضعيه وتمكنك منها مو معناته لما اقعد مع واحد انا اترفع عليه، ولا تبي تدخل ما تشوف شر. احد يفهم خطا. مو معناته اني جاي اعرض عليه فكره من علو ولا من كذا ابدا، بالعكس بكل شغف، بكل حب، بكل كذا، ولكن اراعي اللي قدامي، قد يتاخر، قد يتردد، قد يرفض الفكره. كيف يرفض الفكره؟ ما يشوف شر، اللي بعده. الدنيا مش واقفه على شخص، وان كان اخوك، وان كان ابن عمك، صح ولا لا؟ الاخ هذه تجاره وبزنس، وهي تعتمد عليه هو قبلك انت، اذا هو يقرر انه ينجح. طيب، قلنا الزياده الشهريه مهمه جدا جدا جدا، حتى بعضهم يقول يشبهها مثل انت ماشي بطريق الان رحله، ما تحتاج تعبي بنزين؟ لازم تعبي بنزين، صح ولا لا؟ البنزينك الشهري والست شهور والسنوي هو قائمه اسمائك، لازم دائما تزيد عليها دائما. طيب ما جبت 20؟ إيه لا، بالقائمه قبل الفريق، الكلام السر كله في القائمه قبل الفريق. طيب ما جبت 20، جبت 15، كخه ممتاز. جبت 10 على قائمتك الجديده، ضفت 10، ممتاز جدا. بس الافضل والمثالي، الوضع المثالي، النجاح الاكبر هنا، تمام؟ زين. رقم 4 قبل الاخيره، لا تستثني احدا في قائمه المعارف. مو اللي راح تدعوهم، اللي انت الحين بتطلعهم من مخك، مو قلنا انت بتحط مذكر وتسوي وكذا، مو قلنا حد ادى 250 300، لا تستثني احد ما تحطه في الاسم. والله هذا سلبي، هذا انا متعارك معه، هذا يا اخي ما اطيق اتكلم، حط اسمه. هذه لها فلسفه طويله، لازم تحط كل اسم يجي ببالك تحطه، تمام؟ لا تستثني احد. رقم 4. رقم 5 مرتبطه فيها شويه، ولا تحكم على احد ابدا. يعني شنو؟ حطيت اسمه في القائمه، حطيت في اسم القائمه، طلعت الشكل. تدرون ان هذه التصنيف، القائمه هذه اللي مثلها كثير خبراء يكتبونها في كتبهم ويعطونها للجمهور، اي واحد يطبعها ويسوي عليها، هذا التصنيف مو مقصود منه انك انت تعرض او ما تعرض، هذا سلبي ولا ايجابي، ما تحكم على احد، هذا خطا كبير، خطا قاتل. شو المقصود في قائمه الاسماء؟ لاحظوها يا جماعه، طبعا كان المفروض نعرضها على بور بنت، بس سبحان الله الشمس اليوم. استمارة قائمة الأسماء اللي هم المرشحون لدعوتهم، أنت الحين كتبت قائمة المعارف ونجحت فيها 250 300 وكل شهر قاعد تزيد. طيب أنا الحين قاعد آخذ من المسودة اللي عندي هذه، أراجعها كل يومين 3 أيام، أراجع المسودة اللي عندي وأنقل هني، صح؟ لما أجي أنقل هني أحط الاسم، أحط الهاتف، طبعا تقدر أنت تضيف عليها، تاخذها تحطها عندك وتسوي واحدة ثانية بكيفك. الاسم، الهاتف، هني حاط لك هو من 1 إلى 9، ركزوا معي، من 1 إلى 9. 1 طموح، 2 تحسين الوضع المالي، 3 صحي، 4 تجاري، 5 وافد، يعني أنت قاعد في بلد هو وافد عليها، 6 مديون، تعرف عنده ديون، 7 مؤثر، شخص اجتماعي مؤثر، شخصية مؤثرة، 8 قريب من التقاعد، وظيفة وقريب يتقاعد، 9 مريض. هذه الحين أنت لما تشوف الحين قائمة معارفك وتبتنقل على هذه، تمام؟ قاعد تنقل فلان من معارفك، من ربعك اللي يكون من عائلة، من أي بند كان، حطت اسمه، رقم تليفونه، بحثت بالتليفون، لقيته، ما لقيته دوره بتلقاه، أو إذا شفته مناسبة راح تاخذ رقم تليفونه، إذا كنت كاتبه راح تحط رقم تليفونه مع الوقت. طيب طلعت أنت الشكل، أنت تعرفه معرفة، ها. طبعا تعرفون القائمة 3 أنواع، قائمة الباردة والدافئة والساخنة الحارة، تمام؟ هم هذه إذا طبعتها، أنا أنصح أي أحد لا يعتمدها يكتب فيها مباشر، قلنا يكتب بالمسودة، هذه يطبع منها 100 200، لا مبالغ، يطبع منها 50، وحط فوق هذه ساخنة أو لونها بالأحمر، فهذه ما تحط فيها إلا الساخنة،
لما تصنف المسودة تحط الساخن اللي هم اخوانك ابوك، هم القائمة الساخنة. طيب او قد يكون صديق مقرب. طيب الدافئة هذا اللي جارك تشوفه كل يومين 3 أيام مرة، تحطها بصفحة ثانية تسميها الساخنة، تعطيها لون ثاني برتقالي مثلا. طيب العلاقات الموجودة، المعارف هذه اللي هو ابن عم خالة جدتك، مو حطيناه في المعارف؟ مو حطيناه في المعارف؟ هذا وين يصير بأي ورقة؟ السوق البارد او العلاقات البارده يسمونها، تمام؟ فتكتب فوق بارده تحط لون ازرق مثلا، فتحطها في البارده. هذه التصنيفات حيل مهمه عشان بعدين لما تراجع طالع هذه من اي ورقه، هذه من الساخنه لهم طريقه تعامل معينه، هذه من الدافئه لهم طريقه تعامل معينه، هذا بحث اخر، هذا من البارده لهم طريقه تعامل معينه، تمام؟ لكن خلينا نقول على مساله الحكم، لا تحكم على احد. شنو يعني لا تحكم؟ هذا المقصود منه مو تحكم على احد يقبل فكره وما يقبلها، ينجح وما ينجح، هذا خطا قاتل. هذه بس علشان تعطيك أنت وين الأولوية، تبدأ مع هذا أول ولا هذا أول. شلون؟ أنت صديق لك من القائمة الساخنة أو الدافئة أو البعيدة، مثلا تعرفه طموح، حطيت عند واحد صح، تعرفه يحب الصحة والأمور الصحية، حطيت عند الصحي 3 صح، تمام؟ أنت تعرفه زين. تعرف أنه مديون، لا بحث الديون، رقم كم 6، تحط عند 6 صح. تعرف مريض او مو مريض، المهم اللي يكون حطيت صحات. هذه شو الهدف منها؟ انك انت بعدين لما تطالع كم ماخذ صح، هو ماخذ من 9، ماخذ 9، نفر واحد عنده 9، هذا اول واحد تبدا فيه. واضح؟ اول ان احتياجاته كبيره، 6 شغلات او 9 شغلات فيه. طبعا هذه مو كلها مدخل انك تبدا معه، هذه تعطيك حتى شلون تبدا معه. هو مريض، ممكن تبدا عن طريق المنتج. طيب هو يحب البزنس، تبدا من الصحه والمنتج، المنتج والفكره الماليه. طيب هو تعرفه ثري وغني، بس عنده مشكله في المرض ومؤثر وعنده طموح، بس رجل ثري او امراه ثريه مكتفي ماليا فيما يظهر له هو، بس عنده مشكله في المرض. هذا تبدا معه وين؟ بالمنتج. لكن ما يمنعك بعد فتره تعمل فكره كامله، هذه عاد مساله الدعوه وطريقه الدعوه بحث اخر. هذا هو القصد من هذه الارقام. هذه مو معناته لما احط عنده هذا صح واحد يعني هذا ما ادعوه. فهمتوا قصدي؟ لا، قد يكون هو عنده صح واحد بس ادعوه من الصح اللي هو عنده صح مثلا مريض فقط، فادعوه بالمنتجات عن طريقه بعدين اكمل الفكره. لكن هذه تعطيك الاولويه وين ابدا عشان اختصار لوقتك انت وجهدك. اذا كان عندك واحد مثلا قائمتك هذه كتبتها الحين صورت كثير ويطلع عندك فلان 9، هذا 7، هذا 5، هذا عنده صح مثلا 2، ابدا في من؟ بالاكثر أولوية بس. لكن مع الوقت راح أجي أمشي بالجرد مالي ومتابعة، أنتقل إلى 8، إلى 7، إلى 6، إلى 5. طيب أنت ممكن، وهذه مسألة مهمة في مسألة لا تحكم على أحد، لا تستثني أحد ولا تحكم على أحد، مسألة مهمة جدا. أنت تعرف الشخص هذا معرفة كجار ولا شيء ولا من معارفك ولا من الدراسة، أنت تعرف أن الرجل فيه كذا وكذا، تمام؟ لما توعده بجلسة ولا شيء إذا كان قريب منك وقعدت معه، أنت في بالك أنه بس مريض، تعطيه فكرة المنتج الصحي كصحة وكتغذية عامة. لما قعدت تعرض عليه فكرة اكتشفت في نفس الجلسة أن رجل طموحي ببزنس وسولت معه شوي قال لك أنا الحمد لله دخلت المشروع ومشروعين وأنا شغال، إذا اتضح لك أمر أنت كان يخفى عليك. لذلك لا تحكم على أحد مسبقا، حتى لو جلست معه وشفت من ردة فعل سلبية أو تردد أو ما جاك في الجلسة واعدك مرة ثانية وكذا، لا تحكم على أحدا أبدا. اجلس معه وأنت منفتح على الآخر، تبي نفعه، تبي هو يستفيد وكذلك أنت، ولكن الأصل عندك أنه هو يستفيد قبلك أنت، تمام؟ زين، الآن إحنا خلصنا من ال5 ملاحظات. من يذكرها؟ هذه في كيفية كتابة قائمة الأسماء. من يذكرها؟ رقم 1 أقل عدد كم؟ 250 إلى 300. أحسنت. رقم 2 استخدم التصنيف من أجل التذكير عشان تشغل مخك وتعتمد على إيدك والكتابة المسودة. رقم 3 زيادة الشهرية مهمة جدا جدا، لو حتى وصلت 10 5 كل شهر بركة. يمكن أنت ماشي أصلا ب 250 يبي لك وقت طويل على ما تخلصها، بس كل شهر ما دام عندك 5 ايش راح يصير عندك؟ إذا أنت محترف وأنت محترفة ايش راح يصير عندك؟ وأنت ماشي انتبه لي، وأنت ماشي مثلا يوم رحت انتقلت كذا قدرا طبيعي، انتقلت من نادي لنادي، منطقة لمنطقة، أنت بتروح علاقات جديدة. أنت إذا عندك قرار وعندك إرادة حقيقية بتسوي قائمة أسماء وتبي تزيد شهريا، سبحان الله الحساسات عندك السنسر راح يقوم يتحرك. يعني شنو؟ يعني أنت رجل أعمال، أنت سيدة أعمال،
وهذا طبيعة رجال الأعمال، لما يروح في مكان يكسب الناس مو عشان هو بس يمص دماءهم. انتبهوا شوية، نقطة مهمة. أنا أكسب علاقات عشان أنا أفيد الناس، مسألة مهمة جدا. أنا أفيده حتى لو ما استفدت منه، إنه هذا هو طبعك أنت. لازم تكون أنت دائما عندك نية نفع الناس. هذه بعيد عن بزنس دي أكسن، وبعيد، هذه من رب العالمين تجيك بركة، سواء يجيك دعوة، يجيك كلمة طيبة، يجيك هذه أنت أصلا سعادتك، بغض النظر عن الربح المادي، صح؟ لكن ثق تماما، هذا يقولها في آخر الكتاب، قال ثق تماما أن قانون رب العالمين الكوني هكذا مبرمج. تعطي لو أنت هدفك مش المال، راح تأخذ غصب عنك بطريقة مباشرة وغير مباشرة من نفس الشخص أو من أشخاص آخرين. خذها قاعدة، أنت في أي دين، حتى هم يقولك أنت في أي دين كنت، مو مهم. هذه قوانين هم يسمونها الطبيعة كذا، احنا نقول هذه قوانين كونية، رب العالمين هو اللي جعلها في الكون. أنت ما دام تقدم وتعطي راح تاخذ في الدنيا وتاخذ في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت لما تكون عندك مبدأ الزيادة الشهرية، هذه مسألة مهمة جدا. عينك راح تقوم تفتح أنك أنت دائما لما تروح في علاقات جديدة تبي تسجل إلى قائمة المعارف أسماء جدد، هذه مهمة جدا جدا جدا. طيب احذر، يقول بعض الخبراء، احذر من يكون هدفك من هذا التعرف أني بقوي وأكبر فريقي فقط. هدف بسيط جدا، ما راح تنجح في كسب علاقات. طيب شلون أنجح في كسب علاقات؟ قلناها قبل شوي، وقلناها في الوضعية الصحيحة، أنك تعتقد أن الله هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، هو اللي يسبب الأسباب، هو اللي يحل البركة، هو اللي يجيب لك الأسباب النافعة ويجيبك أنت للناس اللي بيكون بينك وبينهم نفع إن شاء الله. هذا واحد. اثنين، وهذه مسألة مهمة جدا، أنك نية نفع الآخرين، ركز على هذه، نية نفع الآخرين من أجل نفع الآخرين. طيب وأنا كذلك عندي نية ثانية، بكبر فريقي، مو غلط، بس الأساس أني أنا جاي أتعرف عليه عشان أفيده. هل فقط في هذا المشروع؟ لا. شلون؟ يقول في هذا الكتاب وغير الخبراء يقولون الناس الآن، أعطيكم مثال، أنت الحين تبي تسوي خدمة، تبي تشتري منتج أو تبي تسوي خدمة سيارتك ولا بيتك، وعندك 4 أشخاص في نفس المنطقة يقدمون نفس الخدمة، أنت وين تروح؟ سؤال، وين تروح؟ نفس الخدمة بنفس الكواليتي بنفس الجودة يقدمونها 4 أشخاص، تروح للمنو؟ نفس المنطقة كلهم قريبين، تروح للمنو؟ كلهم خبراء، تروح للمنو؟ ها اللي ارتاح له، ركز، اللي ارتاح له. شنو يرتاح له؟ اللي أنا أثق فيه، اللي أنا أطمئن له، اللي أنا أعرفهم كلهم خبراء بس هذا أعرفه أمين، فطبيعي راح أروح له. ليش؟ أنا أعرفه راح ينفعني وراح يكون أمين معاي في الخدمة نفسها أو في المبلغ راح يطلبه أو في طريقة التعامل أثناء التعامل أو بعده. إذن الناس بطبيعتها تذهب إذا تساوت الخدمة أو المنتج، تذهب لمن هو إيش؟ يحبونه أو يطمئنون له أو يثقون به، كلها نفس المعنى. تمام؟ طيب أنا اليوم عندي قائمة أسماء معارف كبيرة، ولما أجي قاعد أتعرف، انتبه شوي، هذه نقطة حيل عميقة، لما أجي أتعرف على ناس جدد لازم عشان تنجح، وهذه من فلسفة هذه قائمة المعارف، لازم عشان تنجح لما أنا الحين أخذ الاسم الجديد أو رقم تليفون أو كرت بزنس كارد، ما أخذه عشان أدعوه بنفس اليوم، أكبر خطأ. أخذ أضيفه عندي وين؟ بالمسودة. ليش؟ خليك اختمر عندي، ادخل في المسودة، في عندك تصنيف 1 2، في عندي علاقة قاعد أبنيها معاك، انتبه لي. إذا أنت وصلت في هذه العلاقة لأن تكون محبوب عند الشخص الآخر وموضع ثقة عند الشخص الآخر ويطمئن لك الشخص الآخر، أبشر بالخير منه، مش فقط في هذا المشروع. طيب كيف وصل للمستوى هذا؟ أنك أنت لما تتعرف عليه تنفعه في غير هذا المشروع. شلون أنفعه بغير هذا المشروع؟ هو صاحب مهنة وجيت جربتها عنده، صاحب مهنة جيت جربتها عنده وارتحت له بالفعل كفو، شو تسوي؟ راح تشكره، تعطيه حقه وتثني عليه، صح؟ اخذت رقم تليفونه، ضفت عندك قائمة معارف، صح؟ وبعدين احول عليه، عندي صديقي يدور واحد بنفس الشغله يبيها وانا وثقت بهذا، تفضل. لما يجي والله ابو محمود يتصل علي، والله ابو محمود دزني عليك، ايش راح يقول ابو محمود؟ والله جزاه الله خير، خوش رجال، والله انه طيب ابو محمود هذا. بعد 5 أيام ولا جاي واحد ثاني، منو دازني؟ والله ابو محمود، والله ونعم ابو محمود. لو جاء ابو محمود بعد فتره وصارت علاقه بينهم جيده وشاف الان بعد التصنيف انه يجي يعرض عليه الفكره، ايش راح يصير فيه هو؟ ايش راح يصير فيه هو من داخل مطمئن لابو محمود ومرتاح له ويحبه فيبي نفعه، فايش راح يقول؟ اذا هو يريد يعمل انا وياك، طيب ما يبي يعمل، ظروفه ما تسمح،
متردد، ايش راح يسوي؟ تطلع مبدأ ثاني اسمه مبدأ الإحالة. إذا هو يثق فيك ويحبك ويرتاح لك، حتى لو هو ما جاء معاك راح يقول، أنت راح تقول بنهاية الجلسة طيب مين حولك من أصدقائك ومعارفك يحبون هذا المجال وعندهم دوافع ورغبات بحيث أني أنا أنفعهم؟ هو الحين مرتاح لك، عارفك أنت نفاع، أنت تحب تنفع الآخرين طبعك. فإذا راح يقول لي والله صح أخوي وصديقي فلان وأخوي الثاني، طيب أعطني رقم تليفوناتهم تفضل. طيب راح أقول لهم ترى من طرفك، إيه نعم قولهم من طرفي. لاحظتوا؟ فأنت يكون عندك واحد قائمة المعارف أحالك إلى 5. واضح الصورة؟ فإذا أنت إذا قائمة المعارف عندك صح وتشتغلها صح، ما راح يكون هو الشخص نفسه حتى لو رفض الفكرة، حتى لو عمره 60 سنة. شفتوا فائدة إنه يقولك ليش سجل كل أحد؟ سجل كل أحد حتى لو شيء أنت تظن إنه ما راح يشتغل. قد يجي يحب المنتج، قد يحب فكرة معينة، سفر والترحال بالفكرة، قد يحب الجمعات والتدريب والتريننج وكذا كذا، قد ما تدري شنو السبب اللي راح يخليه يدخل. هذه واحد. 2، هو ما دخل أو رفض الفكرة. هو ممكن إذا أنت من نوع قلنا المحبوب اللي يطمئن له الناس الآخرين ويثقون به، راح يقول لك طيب أنت تقول له نهاية الجلسة مهمة جدا، هذا طبعا في طريقة العرض وكذا، هذا بحث آخر. من ضمن الأمور الاحترافية إنك تقول له مين حولك بعد ما يكون هو ارتاح لك ودخلته في قائمة الأسماء وصار يثق فيك وكذا وكذا، مين حولك هو متردد الآن وما يبي يدخل، قرر ما يدخل، كيفه؟ طيب مين حولك ممكن إني أنفع بهذه الفكرة اللي هو شافه واقتنع فيها واقتنع فيك؟ راح يقول لك فلان وفلان وفلان وفلانة. إذا أنت طلعت بكم؟ هو شخص واحد كان احتمال يدخل معك، بس صاروا بعدين كم؟ 5. وترى ثق تماما اللي بتجيهم عن طريق فلان نسبة قبولهم معك أكثر منه هو حتى. وهذه فلسفة طويلة. طيب كان عندك مداخلة؟ راحت؟ طيب الآن قلنا عند زيادة الشهرية وفيها كلام يطول وأهميتها ومبدأ الإحالة، ولازم تكون أنت موثق ثقة وطمئنان الآخرين حتى يحيلون لك الناس أو هم يدخلون معك إلخ. بعدين 4، لا تستثني أحدا من قائمة المعارف مش من الدعوة. 5، لا تحكم على أحد مسبقا. لا تحكم على أحد مسبقا. أحد الشباب طبعا هذه معانا في DXN كثير جدا. كنا في رحلة أذربيجان 2019 شهر 4. معانا أخ عراقي مهندس يعيش في الكويت من DXN الكويت. أنا أشوفه في الشركة وكذا، مش من فريقي، أشوف الشركة له فترة، وأخ حبيب وفاضل متأهل معنا بالرحلة الدولية. رحلتنا كانت في أيامها أذربيجان. فإحنا بالرحلة طالعين، تدرون شركة لما تروح أي دولة يروحون للمناطق السياحية وكذا فنطلع باصات الضخمة هذه. كان عدد المتأهلين الرحلة 420 عضو وعضوة من الشرق الأوسط كله، 420. كنا نطلع بالباصات تقريبا 8 أو 10 باصات. ذاك اليوم في الرحلة كنا طالعين لها، كان معنا هذا الأخ المهندس العراقي اللي بالكويت معنا في الباص. فإحنا تدرون في الرحلات ميكروفونات ونتكلم، شلون بديت، شلون قصة نجاحك. قام هذا صاحبنا في الكويت صار له يمكن 3-4 سنوات، وما شاء الله عليه بالكويت شغال ومجتهد وعنده فريق على مستوى العالم وشغال مهندس ما شاء الله عليه. قام وتكلم. ايش قال؟ قال أنا من جنوب العراق، أظن البصرة أو الزبير أو كذا. قال سبحان الله ذاك اليوم أبلايني اللي في بلجيكا، شوف الدنيا شلون تفتر. أبلايني سماني، نسيت اسمه الآن، مشهور ترى، اللي ببلجيكا هو أصلا صديق الطفولة، وإحنا بنفس المنطقة طول عمرنا مع بعض رابين. لما كبرنا وصار ظروف في العراق يقول أنا طلعت جيت الكويت أشتغل هني، وهو راح إلى بلجيكا. قلنا حلو، هو يسولف قصة. قال حاط قائمة معارف وأسماء، هو نفس هذا الشخص ببلجيكا، يمشي في التسلسل. وصل عند مين؟ صاحبنا هذا اللي بالكويت من أصدقائه. كم صار له مكالمة؟ تخيلون 17 سنة. 17 سنة من يوم تفارقوا من العراق ما يشوفون بعض، ما يدرون عن بعض، ما يعرف ولا شيء، ولا يعرف شيء، بس كان حاطه وين؟ قائمة الأسماء. لما جاء دوره ولقى رقم تليفونه دق عليه، هذا بالكويت وهذاك ببلجيكا، و17 سنة مش شايفين بعض. الو شلونك يا فلان، كيف حالك، اخبارك؟ اول اتصال هو يقول اول اتصال بس والله مشتاقين، تذكر لي وقت الفتره الفلانيه، تذكر اليوم الفلاني، تذكر، نضحك يقول هم كبار واسر عندهم وعيال. سلام سكر، هذا اول اتصال سكر. بعد 4 5 6 ايام اسبوع اسبوعين اتصل عليه مره ثانيه. شوفوا الطريقه الذكيه. ها اخبارك، علومك، شلونك، طيب ما طيب؟ قال لها قال انت ايش سويت في بلجيكا؟ قال انا والله بلجيكا الحمد لله اموري طيبه كذا، وانا ابشرك اشتغل مع شركه ذكيه بمنتجات بس يعطيه اخبار. شنو هذه الشركة؟ شركة اسمها DXN. تك 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 تك. وبعدين تتوقعون شنو المصير؟ سجل.
زين سجل عليه مباشر، وبعدين اخذ المنتجات، وبعدين سبحان الله هذا صاحبنا المهندس العراقي اللي بالكويت الله يشافيه ويعافيه، يعني عمره اخر الاربعينات الشكل، يمكن كان عنده 4-5 امراض معقده جدا، يعني مرض في داخلين في بعض كذا، امراض معقده في الاعصاب ومدري ايش كذا. سبحان الله اخذ المنتجات، ما في شهر 3 شهور يقول كان مقرر لي عمليات معينه كذا، يقول الحمد لله في تحسن. واستغربت 6 شهور سنه، لا الوضع اختلف. بعدين تطور الرجل، بعدين هو اصلا مهندس ومغترب في الكويت ومجتهد وعنده بالسوشيال ميديا وعنده مبيعات وكذا غير ديكسن. لما شاف ديكسن الشكل قال بسم الله، وبعدين خلال سنوات معدوده متاهل معنا للسفره، وعنده فريق قوي وعنده دخل كبير بفضل الله عز وجل. وهو رجل بدا من قائمه المعارف، من شخص ما كان متواصل معه صديق طفوله من 17 سنه. قائمه المعارف خطيره جدا، وفيها من الاسرار وفيها من التاثير والقوه شيء الكبير جدا، لكن اذا قررنا ان احنا نحترفها ونتعلمها. هذا شفتوا هذا الكلام كله اللي قلناه، هذا كله بس هالشكل عصف ذهني ترى، يعني هذا كلام كله بس تسخين. اللي حاب بالفعل، وهي ما فيها اكثر من هذا، اللي حاب بالفعل يتقنها ويعني يحترفها. شفت هذه المعلومات اللي اخذناها اليوم، طبقها. طيب تقول لي انا اطبقها احمد، شلون اطبقها؟ ما راح اعرف. اترك عنك الاعذار، امسك ورقه وجيب المسوده واكتب، استعن بالله ولا تعجز. بتقول لي اخطيت، عادي لازم تخطي، انا ما كتبت عدل مش مشكله، بعد 3 شهور بتكتب عدل. استمر، اهم شيء تتعاهدها، المسوده واللي تطلعهم هني اللي تستخرجهم هني، تتعاهد هذا كله، هذا شغلك انت يا جماعه. العمل الاحترافي اللي دائما انا اقول فيه، العمل الاحترافي هو مش شيء خيالي، لا تستصعبون كلمه المحترف في هذه المهنه والصناعه، هي امور تكتسب مع الوقت. انما العلم بالتعلم، وانما الحلم ما له علاقه انت اكاديمي اليوم مش اكاديمي، مهندس دكتور طيار، ما له علاقه. ما تقرا وتكتب والله تصبح محترف في هذه المهنه وتفوق الناس اللي عندهم شهادات، بس بشرط عندك رغبه، عندك قائمه احلام واهداف حقيقيه، وعندك دوافع ورغبات من الداخل تدفعك انك تتطور، تستمر، تعطي، تقدم، تواجه الفشل والخطا وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم. اذا كنت بهذه العقليه ابشر بالنجاحات الكبرى وابشر بالاحترافيه. طيب انا شلون احترف هذه القائمه؟ لو قعدت، وهذا خطا اللي يقعون فيه كثير ناس، خلينا نقول الفخ اللي يقعون فيه ناس كثير، ما اعرف وما اعرف اتقنها مثل ما انت قلتها. مو لازم تعرف، خلاص اخذت المعلومات كافيه، اكتب وقول بسم الله. طيب وبعدين اقرا في هذا المجال، افتح اي حد كان عن قائمه اسماء، افتح من محتوى عربي، محتوى اجنبي، اي كتاب مترجم، اي مقاله، اقرا بسم الله شنو قائمه الاسماء، شنو فلسفتها، شنو اسرارها، اي شيء تشوفه قوي في هذا البند ضيفه، كلام اي احد كان ضيفه بس من الخبراء المعتمدين. وبعدين الممارسه هي اللي توصلك لدرجات احترافيه بقائمه الاسماء وتنجح فيها بشكل عملي وعلمي وعملي، وبالتالي انت بكره ممكن تنظر فيها وتدرب فيها فريقك وغير فريقك. لذلك استعن بالله عز وجل، اكتب قائمه الاسماء من هذه اللحظه، اتخذ القرار واسعى في التنفيذ. قائمه الاسماء لن تكتمل بيوم ولا باسبوع، الاساسيه هذه 250 ممكن تحتاج منك شهر، مو غلط، مو خساره، شهرين مو غلط، بس بجديه، عطها وقتك اللي تستطيع، استعجل فيها. بعدين الزياده الشهريه هذه لازم باستمرار. يعني ايش؟ يعني المسوده اللي انت كتبتها اقل شيء تراجعها بالاسبوع، المسوده تراجع بالاسبوع مرتين اقل شيء، كل مره نص ساعه فقط، ضيف فيها اسماء، تاخذ منها وتضيف على القوائم هذه، تمام؟ هذه خلينا نقول جلستين بالاسبوع. طيب هذا التصنيف كمان جلسه او جلستين بالاسبوع، اللي هو من عندها راح تتصل تعرض الفكره على الناس، تمام؟ هذا كلها وين راح يصب عندك؟ في الاستقطاب. لذلك احنا بعض الناس لما نقول لهم انت منتهى الامر عندك 20، كم صارت الساعه ابو عمره؟ احنا متى البريك عندي؟ لا متى؟ طولنا اهو. البدايه كم؟ البدايه 4. ممتاز، يعني الوقت ممتاز. الان انا بس نختم هنا في النقطه هذه. الناس لما نقول لهم انت محتاج 20 اسم فقط، في شيء اسمه المعدل النسبي، المعدل النسبي او الجهود المهدره، قانون كوني عند الحيوان وعند الكذا وعند كذا، الجهود المهدره. يعني شنو؟ يعني انت طبيعي لما تعرض على 10 20 يجيك 1 2 جادين. طيب انت تبي 20، اذا تعرض على كم؟ 200 بيوم، بشهر، بسنه؟ لا، بسنتين، 3 سنوات.
طيب هل هذا مستحق؟ ما أعرف، أنت تجاوب مو أنا. هل المستحق أن يعرض على 200 وأدوخ راسي مع 200 و300؟ إذا أنت عندك هدف كبير ومؤمن ومقتنع أنك بتوصل له عن طريق هذه الوسيلة، عن طريق هذه التجارة، عن طريق هذه الشركة، عن طريق هذا المنتج مثل ما وصل غيرك، إذا اجتهد وعرض على 200 300. شو المشكلة؟ طيب كيف أعرض على 200 300 وأنا شخص ما أعرف إلا 5 6؟ لا، أنت تعرف 250 أو 300، وعندك زيادات تدفق شهريا 20 و30، وعندك قائمة معارف قد تصل إلى 1000 و2000 بكل سهولة خلال سنتين. طيب منها أعرض على 200 300 وعندها تطلع ب20 شخص جاد، وعندها وصلت أكبر نجاح في هذه الصناعة الذكية من 20 إلى 50,000 دولار. إحنا طبعا لما نقول هذا الرقم البعض يقول يا أخي هذه نظرة مادية، يا أخي أنت بس تفكر بالفلوس. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ أنا أشوفكم إيش رأيكم بهذا الكلام؟ إيش رأيكم بهذا الكلام؟ خليني أختم بهذه النقطة. أنا اليوم طموحي أحمد عبد الله وصل 50,000 دولار شهري. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ أنا مادي جشع طماع. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ تمام. وبعد يعني مثل مو بس تستفيد، يعني هو حتى الناس عم تدعيهم انهم عم يستفيدوا، والناس عم يحبوا الفكره، عم يدعون الناس فهنا يعني في ناس نشر هذا. حلو. انت تكلمت الحين عن طبيعه ايش؟ عن طبيعه هذه الصناعه، ان انت ما تنجح فيها وتحقق فيها 50,000 دولار ولا 100,000 دولار الا بنفع الاخرين، صح؟ طيب قبل هذا لا، بعيد عن هذا، مع ان هذا كلامك صح 100%. قبل هذا لازم يكون عندك دافع قوي لتنجح توصل الدوافع، صح؟ لا، الدافع راح يجي يتولد عندك. لا عفوا، الدافع والدوافع والاراده تجي عندك لما يكون نظرتك تجاه المال صح. فهم مني هذه نقطه حيل مهمه. احنا عندنا اليوم للاسف العرب والمسلمين تحديدا عندنا نظره للمال خاطئه، برمجه للمال تعيسه خطيره جدا. هي اللي دخلت اليوم مجتمعاتنا للاسف وعيالنا، دخلتنا في الفراغ وفي البطاله والعطاله ونستعبد عند الاخرين، ونظل احنا دائما نتشكى والحكومات والشركات والدنيا كلها اخطات. انا ما اخطات، لان نظرتنا تجاه المال غلط. انت شو نظرتك؟ ليش تبي تحقق 50,000 دولار شهري دي اكسن؟ ليه؟ لماذا؟ ها؟ اي قول. حتى ايش؟ تتريش، تتنعم، يعني مو غلط، تتنعم بالحلال والطيبات من رزق، هذا من امر الله عز وجل. بعد ليش تبي توصل 50,000 دولار شهري؟ يلا ابي جواب. ها؟ تحقق حريه، تبي تستمتع بحريتك، ممتاز، قيمه ممتازه. بعد تحقق احلامك، يا سلام عليك. وبعد تكون حر، يعني حريه، مدير نفسك يعني حر. بعد ترفع ايش؟ هذا غلط؟ ايش رايكم منه؟ هذا انت حتى كقيمه ايمانيه قال الصحابي، قالوا يا رسول الله درهم انفقه للمسكين، ودرهم انفقه للمحتاج، ودرهم انفقه على ابنائي، ايهما اعظم عند الله؟ او كما قال اللي على ابنائك. اعظم درهم تنفقه على ابنائك وعلى زوجتك، واذا الزوجه اذا ساغت في زوجها، اعظم شيء، اعظم من اي شيء اخر. اذا انا موصل 50,000 بعد عشان ارفع مستوى معيشتي واعف نفسي واكفها من الديون ومن غيره والعمل عند الاخرين، كذلك ابنائي وبناتي، واعيشهم باذن الله باحسن عيشه بالحلال، بافضل تعليم، بافضل صحه، بافضل سكن. هذا شيء مشروع جدا، وهذا اصلا قيمته كبيره في ديننا، في ايماننا اصلا. طيب وبعد ليش توصل 50,000 دولار؟ ليش توصلين انت اليوم 50,000 دولار؟ ليش؟ لماذا مو كبيره وحقيقيه وقويه وكاتبها؟ عمرك ما توصل 50,000 دولار. والله في دي اكسن، في غير دي اكسن، لو يجيك مليون يوم 20 مليون وتروح تستثمر فيها، عمرك ما تدخل 50,000 دولار. السر لماذا؟ شنو اللي انت في مخك يخليك تعمل وتدور وسيله وتدور وتعمل وتجتهد وتتعب وتخفق وتقوم وتقع في الخطأ والصح وتتعلم وتطور نفسك؟ إذا ما عندك لماذا قوية، أسباب لازم تكتبها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20. شاطر ما شاء الله عليك، برافو. إذا عندك 50 سبب لماذا توصل 50,000 دولار، أنت اللي بتوصل بإذن الله سبحانه وتعالى. سهل عليك راح تكون. بس اللي يقولك والله أنا أوصل عشان بس أستمتع، صح بس غلط. لازم يكون عندك قيمة أكبر. واضح الصورة؟ إذا هذا احنا لما نقول اليوم نادي إخواننا وأخواتنا كل أعضاء في دي اكسن، لا تكون أنت مقدم رجل ومأخر رجل. الناس تشوف في بكرة أنت تدور فلوس، أنا أدور فلوس،
بس أنا نظرتي للفلوس إيش؟ نفع، عطاء، قوة، صلة رحم. الفلوس هذه مستوى معيشي ممتاز لي ولأبنائي، الفلوس هذه مشاركة في المجتمع، الفلوس هذه توفير وظائف للآخرين، فرص عمل للآخرين. الفلوس هذا المستوى هذا ينعكس بكرة على مستوى أبنائك في التعلم، في التعليم، في الدراسة، في التعلم، في السكن، في الصحة، في كذا في كذا في كذا. 50 هذه قوتك في المجتمع، وهي ما هي 50 مفترض 50 اليوم، إذا وصلتها بكرة تصير 500 إن شاء الله، 500,000 دولار شهري بالDXN إذا أنت عندك لماذا قوية. لذلك هذه لماذا كل ما كبرت الدوافع والإرادة عندك إيش؟ لذلك على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها سفاسف الأمور، وتصغر في عين العظيم العظائم. إذا أنت عندك إرادة كبيرة وهدف كبير، صدقني كل شيء راح تواجهه راح تتجاوزه بإذن الله سبحانه وتعالى بقوة الله عز وجل. ولكن إذا أنت أحلامك وأهدافك بسيطة، دائما نقول حق شركائنا مو هذا تحفيز، ترى مو هذا تصنع أنك أنت تحط هدف الشكل، لا يجب أن تحط هدف الشكل وأنت قادر، وكل واحد فينا قادر. نتكلم في مشروع DXN أنت قادر توصل هذا الرقم بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله، ولكن إذا كنت مستحق. طيب كيف أكون مستحق؟ إذا دفعت الفاتورة. الفاتورة كيف راح تدفعها وتتحملها؟ إلا يكون عندك أحلام وأهداف كبيرة وعندك قناعة كبيرة تجاه هذا الرقم، تجاه نفسك. ليش تبي توصل لهذا المستوى؟ يعني بكون نافع، بكون مؤثر في المجتمع، أنا أكون مصدر لفرص الدخل، أنا أكون يد عليا وأخلي أبنائي بإذن الله من بعدي يد عليا، أنا أكون يد عليا وفريق وشركائي كلهم يد عليا. ما أكون أنا عالة على الآخرين، ولا عالة على الحكومات، ولا عالة على الشركات، ولا عالة على المجتمع، وبالأخير جيلك أسرتك هم عالة. لكن شوفوا العكس في مشروع DXN، أنت تكون يد عليا، يد منفقة، يد علية، وكذلك شركائك تكون أنت سبب بإذن الله ولو 1% بكل شريك معك أنك تكون غيرت في نمط تفكيره إلى أن يكون هو يد عليا، ويكون يساهم يصير من بعده كذلك فريق يد عليا. لذلك قائمة الأسماء أختم في هذه النقطة، اجتهدوا فيها، احترفوها مع الممارسة والتعلم أكثر وأكثر، مع القناعات الكبيرة، مع الأحلام الكبيرة والأهداف الكبيرة. أعطي من وقتك ومن جهدك لهذه القائمة اللي هي منبع بإذن الله وجود الشركاء الحقيقيين معك المباشرين في خطوط مختلفة من قائمة الأسماء. ترى هو اللي يوجد عندك بإذن الله 10 و20 و30 و40 اسم أفقي، وهذا هو سر وصولك لهذه الأرقام وأكثر من هذه الأرقام. تحياتنا لكم يا شركاء النجاح والعطاء، بإذن الله نشوفكم جميعا سفراء وسفيرات عطاء وثراء في نظام DXN، ونراكم في الملتقيات القادمة. الآن راح ناخذ بريك لصلاة العصر ولشرب القهوة، ونتحضر لمحاضرة الشيقة الماتعة النافعة الأستاذ نادر بعد البريك إن شاء الله 20 دقيقة. تحياتنا لكم.